ففي ستات كتيرة قوي دخلوا في التأليف وفي الإخراج. والصراحة الله ينور، يعني عاملين حاجات حلوة قوي، بالذات المسلسل شيخشيل بتاع إيه؟ شيخشيلة فم. تمام، يعني إيه بقى؟ شيخشيلة فم، ابحث عن المرأة. إيه وبعدين؟ لا بس كده خلاص، إيه شكرا، باي الحلاوة باي. دي؟ لا فاجئتني فاجئتني والله. لا وبعدين أيمن، ياسر جلال ما ينفعش بعد الدور اللي عمله من سنتين يطلع يعمل الدور ده. ماليش دعوة، أنت حر، أنت عايز تتكلم في المواضيع دي، أنا ما بتكلمش في الحاجات دي. وعامله دور البنت الشعبيه بطريقه طبيعيه جدا، يعني لو حد حلف لي ان هي مش كده في الحقيقه مش هصدق، والله مش معقول. مش تقعد بقى تقول يا اختي وما اعرفش لا ايه لا وبتاع خالص. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست هري بس. البودكاست ده بتاع اتنين اصحاب بيحبوا يهروا ويحللوا اي حاجه بيشوفوها. اوقات بنتفق، بس اوقات كتير قوي مش بنتفق وبنفضل نقاوح. في البودكاست ده هنسمعكم المقاوحة دي وهنسيب لكم الحكم. الكلام اللي بنقوله مش كلام ناس خبرة ولا كلام ناس دارسة، بس كلام ناس حابة الموضوع وعندها باشن في المواضيع اللي بتتكلم فيها. لو بتحب تتفرج على افلام مسلسلات او تسمع اغاني، فانت في المكان الصح. علي الصوت ويلا بينا. الحمد لله على السلامة. أخيرا أخيرا يا زيزو. ازيك يا عبد، ايه الاخبار؟ ازيك انت يا عم؟ الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ يا والله ده انا كنت نسيت شكلك والله. يا عم معلش، اعذرني. يا جماعة الأستاذ هو السبب إن إحنا يا بقالنا عم كل ده ما بس بنسجلش. ما تضحكش على الناس، بس انت مش نقلت. الراجل يا جماعة ده نقل وراح السعودية، وقعد شهرين بقى بيدور أيوة، على بيت بقى والكلام ده كله أنا بقالي مدة عمال بزن عليك وبتحايل عليك لحد خلاص كرامتي خلاص بقت في زوري. يا عم والله ابدا، يا عم انا مشغول انت عارف، تحورش واطفال، بقى تحورش. مشاغل مشغول إيه الاطفال. بس؟ ده أنت شغال من البيت يا أخي. ما ايوه، بس ما هو ده اكتر، ده مخليني مشغول مم. اكتر. مم. بس انت والله كنت مشغول، يعني احنا فترة، احنا وقفنا اخر حاجة وقفنا في اكتوبر. كان حصل اللي حصل ساعتها، وفضلنا موقفين شهرين، قلنا يعني عيب نسجل او نعمل اي حاجه، والدنيا كانت واقفه. وصلنا لديسمبر، كان اجازات راس السنه وبتاع، وبعدين انت قمت مسافر كل شوية السعوديه. تطلع لي بموسم بقى، وأصل موسم إيه وأصل موسم موسم ايه يا كذا عم؟ انتوا عندكم موسم الرياضه 24 ساعه يا عم، طيب انتوا ماشي طول السنه عندكم موسم الرياضه. يعني عندي كونتنت بقى اتكلم عليه، وحضرت طول السنه موسم مسرحيات الرياضه، هو موسم الرياضه ده ورحت بما انك حاجات. هناك بقى، بما انك هناك ما تقول لي هو موسم الرياضه من امتى لامتى، لان هو طول السنه موسم الرياضه. من شهر 9 أو 10 لحد شهر 4 تقريبا، حاجة كده. بجد والله. الشتاء كله. 6 شهور في السنه موسم الرياضه. ربنا يكتر افراحكم، ماشي جميل. يا رب. يا رب يخلي كمل. لنا سيادة المستشار. سيادة المستشار مرتضى منصور. طيب طب ماشي. احنا بس قبل ما نقول اي حاجة، انا في اتنين بجد عايز اشكرهم جدا جدا يعني. ويعني مش هقول اسمهم بالكامل عشان الناس ما تقعدش تدور عليهم وكده، بس حسام بجد انا اسف يا حسام ان احنا بقالنا كل ده ما نزلناش، وهنا يعني دول آه. اكتر ناس كانت بتطلب مننا ان احنا نرجع اكتر ناس ونعمل كانت مهتمة حلقات. فعلا، دي حقيقة. اه. ف دي حقيقة. ف ف وحشتونا يا جماعة، واحنا اسفين على التأخير ورينا رجعنا اه اهو فجأة. حقكم علينا يا جماعة، ولو لو زعلانين بقى روحوا امسكوا في زيزو بقى. ماشي يا عم، مقبولة، ماشي. طيب. ها. اتفضل. نص اتفضل، عمال تزن وعايز تسجل، اتفضل. المايك معاك، سجل. نص رمضان اهو. قول لي عايز تقول ايه. انت طبعا تلاقيك اتفرجت بقى على 40 مسلسل يعني انا وبتعمل مشغول، وبتسجل بودكاست جاي لي وبتقرا في وقت زحمه قرآن جدا، جاي لي في وقت، انت عارف البيج انا عمال انزل في حاجات، فانت جاي لي في وقت انا مش فاضي، يعني انت الحبه اللي بتسجل فيهم دول كان زماني رحت اتفرجت على حاجه. زيزو يا جماعة عامل مجهود جامد 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 الله يكرمك يا عم، يعني. ربنا يخليك، شكرا. احنا داخلين رمضان ب 21 ألف فولور، وبجد هو مش بيعمل أي بيد أدز ولا أي حاجة. والراجل ده وصل البيج لحد كام؟ 46 47. وصلنا كام؟ 47، واحنا عد بنسجل 47، ولما الحلقه تنزل معرفش. السلام. اتمنى تبقى 50. السلام.
اوعى الشهرة عايزة منك ايه يا زيزو؟ مش عارف والله، ما الموضوع سهل اهو يا جماعه، امال مالكم فيه؟ اه. لو حد عايز مساعده يا جماعه يقول لي، بسيطه جدا. يا ريت تساعدنا بس وتوصل صوتنا، بس وصل لنا صوتنا لا يا عم والله زيزو. يعني، هو طبعا الناس يعني، هو احنا لو الناس ما كانتش بتعمل لنا فولو ما كانش زماننا قلنا البقين دول، فكتر خيرهم. ويا رب يبقى اللي بننزله بيعجبهم يعني، وشكرا لكل اللي عملوا لنا فولو والله. احنا مبسوطين جدا بالارقام دي يعني. طيب. بس طيب سنس خلينا بقى بقى ان نخش انت، في انت نخش في واخدها الكونتنت جد. بقى بتاع رمضان. واخدها جد ومركز وكده. قول لي، ايه اكتر حاجة عجبتك في رمضان يا زيزو؟ على طول كده. هو انا يلا ما بقى. شفتش يعني، انت عارف ان انا كل سنه بشوف لي بتاع 8 9 تمثيليات. بس اه. عشان تصدق ان انا مشغول بجد والله، انا السنه دي ما شفتش غير 5 ولا 6. يا انا عيني يا عيني، فعلا صعبان ما عنديش عليا. وقت والله، والله ما عندي وقت يعني. صعبان عليا قوي. ماشي ماشي، استظرف اكتر، استظرف. اخر حلقه هنسجلها دي. إيه، انا بتفرج، اقول لك انا بتفرج على، انا بتفرج على مسار اجباري، بتفرج على اعلى اوكي. نسبه مشاهده، بتفرج على اوكي. صله رحم، امم. بتفرج على كامل العدد، بتفرج على اشغال شقه، وبتفرج امم. على حشاشين. فانا حلو. يعني كل كلامي هيبقى بيزد على دول، فلما اقول ايه احلى حاجه شفتها هيبقى احلى حاجه في دول، مش احلى حاجه في رمضان عامه. مع ايوه. ان انا اتوقع ان احلى حاجه في رمضان ما تطلعش من دول برضو يعني، هي حاجه جوه دول. واثق انا ما انت قوي. بشوفش ما بشوفش العتاوله. مع اني كنت متحمس لها قبل رمضان عشان في اسكندريه وكده، بس شفت راجل بقى 10 بلاش، بلاش قرف بقى. شفت 10 دقايق وعرفت هي رايحه فين يعني، قلت لا انا ما مش جوي، ومش الحاجات اللي بحب اشوفها. في ناس آه، قالوا ان هم واخدين فيلم المشبوه بتاع عادل امام وسعيد صالح وسعاد حسني. معرفش بقى. حقيقي الكلام ده؟ لا ما اعرفش، هو مين سعاد حسني بقى؟ هو ده الاتربي ولا ايه؟ زينة. زينة سعاد حسني؟ الله يرحمك. الحمد لله انها ماتت. لا ما بتفرجش عليها وما اعرفش المعلومه دي، اتمنى انها تطلع غلط يعني. مم. ما بشوفش نعمل او افوكادو برضو. اصلا او اصلا هي، يعني هي قصة عالمية او مم. فيلم يعني اجنبي ومتاخد بقى معمول بكذا فورمات يعني. هو مش سمعت اجنبي، هو كده. هو هندي. هو هندي. اكيد يعني انا ما بشوفش حاجه، انا كل اللي بشوفه بيبقى من السوشيال ميديا يعني، كل الحاجات بتطلع لي على الفيسبوك، فانا تقريبا متابع المسلسل اول باول من الفيسبوك يعني. ف هو انا لو فهو هقول حاجة صغيرة هنا، هو ان بس الناس دي كبيرة قوي على ان انت تصدق ان هم يعني. انا كنت قلت لك الكلام ده في اول رمضان، انا كنت محبط قوي في الاول وانت قعدت تقول لي ايه ده وشوف التريلرز وشوف التريلرز. صح. انا بالنسبه لي الناس دي حقنا بوتوكس وشكلها كبير وبتاع يعني. ما عنديش مشكله، انتوا يا جماعه سنكم كبر، ممكن تعملوا ادوار هايله فشيخه. محمود ياسين لما كبر طلع في فيلم الجزيره، محمود عبد العزيز طلع في فيلم ابراهيم الابيض، نور الشريف طلع مع احمد عز. انتوا بقيتوا في السن ده وفي المرحله دي، مش لسه في مرحله ان انا اللي هضرب وانا اللي هعمل. سيبوا بقى الكلام ده للناس اللي في العشرينات والتلاتينات والاربعينات، مش خلاص ناس داخله على الستين ونازل بيضرب بنفسه. يعني انت ممكن تبقى زعيم عصابه تبقى بتاع، مش انت بقى اللي داخل تتخانق بقى واتنين بيتخانقوا لي مع خمسة ستة وبتاع يعني. ولا ايه اكل رأيك يا استاذ اكل زيزو؟ العيش، اكل العيش يا محمد، اكل العيش. الرزق يحب الخفيه. ماشي بس بس طب يعني ما. ماشي، لو انا هتفق معاك، مين بقى عندنا في الثلاثينات وفي الاربعينات بقى ممكن هو يضرب ويعمل اكشن؟ يعني مين بقى خليفه؟ يعني احنا خليفه. كان لسه بطن الحوت مثلا الناس سنهم كده، كان جايب باسم سمرة، كان جايبه مش بيتخانق بنفسه، كان جايبه ليه رجالته، كان طالع في دور على قد سنه. بس مم. جايب فراج نوعا ما سنه اصغر شوية، كان هو اللي بيضرب وبيتخانق. جايب مثلا عصام عمر. الناس دي هات شباب صغير يعني. فاهم صح، عندك حق، وجهة نظر يعني. وبالمناسبة السن والناس اللي بتحترم سنها، أنا شايف إن انتصار من أكتر الناس اللي بتحترم سنها. انتصار في ناس قدها أو يمكن أكبر منها كمان، ولسه بيطلعوا شباب وبيتحبوا وبيحبوا وبيتخطبوا وبيتجوزوا. والحاجة التانية برضو اللي شايفه ريسك كبير قوي، أو يعني برافو عليها إنها قبلت بكده، دينا الشربيني. دينا الشربيني طالعة في مسلسل كامل العدد، طالعة أم وعندها ابن في الجامعة أو بنت في الجامعة، فيعني فدينا الشربيني مش كبيرة لهذه الدرجة إنها تطلع عندها ابن في الجامعة. الناس اللي في سنها بيطلعوا لسه نغة بيتحبوا وبيصاحبوا وبتاع، فبرافو يعني. مم. مم. مم.
بس بس اتمنى الجيل الكبير يستوعب. هو الجيل الصغير فاهم الفكره دي ومتقبلها، الجيل الكبير هو اللي لسه متمسك في حته ان انا شاب رافض يعني يصدق ان لا انت كبرت. طب بما انك قلت كامل العدد، انا كامل العدد بصراحة شفت حلقة واحدة بس منها. انا كنت امم شفت الجزء الاول وعجبني جدا، بس لما شفت الجزء التاني حسيت احنا بنعيد شوية، وانا عايز اشوف حاجة جديدة. يعني حسيت انت خلاص، انا مش لسه بقى بتعرف على شخصيات جديدة وكده، فانت هتحشر لي مواقف جديدة، سبيشالي ان كامل العدد الجزء الاول كانت متاخدة من فيلم عالم عيال عيال. ف ها بقى، فانت بتألف القصة، حتة ان آية سماحة مشيت وكده، فقلت لا يعني ممكن بعد رمضان اتفرج عليها. بس هي بالنسبه للنقطه دي، هو ايه سماحه مشيت، بس هم عاملينها بطريقه حلوه قوي. هي بتطلع كل حلقتين ثلاثه بيقعدوا يتكلموا زوم وبتاع. انا عاجبني حته ان هم لسه يعني she's still included في المسلسل يعني. هي حركة عاجبني حلوة كده منها، لان كان شيك دورها منها، حلو. شيك منها ان هي ما تخلتش عنهم. بالظبط بالظبط. يعني لان فعلا هي الدايناميك بتاعها هي ودينا الشربيني وجيهان شماشيرجي، الدايناميك ده كان حلو يعني القعده اللي بيقعدوا يتكلموا وبتاع. فما خسروش الموضوع ده، لسه بيعملوها بس هي بتبقى بتكلمهم زوم زي ما احنا بنتكلم كده دلوقتي. طب في حاجة جدلية برضو حصلت، يعني بيقول ايه. لك يعني دلوقتي بما ان احنا قلنا العتاولة وقلنا كامل العدد، امم فكان في رقصة هنا ورقصة هنا. في رقصة قومت الدنيا ما قعدتهاش، ورقصة تانية الناس لا، وفي شافتها. رقصه في اشغال شقه برضه. برضو اه اه اه. اه اه، بس اسماء التانية جلال رقصة. راحت اتعلمت الرقص، بس كانت رقصه بشكل كوميدي. رقصة كوميدية، اه يعني ما اه فيهاش، مش رقص بلدي يعني. اه اه يعني اه. كانت تحسه رقص استعراضي شوية، وكان طالع كان بيقلدوا التركيز على فريندز. هشام ماجد اصلا يعني. اه باللي هو كان لابسه ده كان افيه يعني، مش كان رقص مغري يعني. اه اه انا ما اه. شفتش الصراحه بتاعت هدى الاتربي دي. سمعت يعني طبعا ان كان في مشهد، بس انا اللي بسمعه كمان ان في علاقه ما بينها وما بين الراجل الكبير ده، الناس كلها لا لا لا، في رقصة تانية منهم كمان. مقاطعة. الممثلة التانية اللي هي في العتاولة، مش فاكر اسمها شوية، اللي هي مليانة سنة دي. ان هو عابدين ولا ايه؟ تقريبا اه. مم. برضو يعني الناس لا ما علقت شفتهاش خالص بجد، ما يعني ما كانت شفتهاش جايه قوي. كانت جايه في الاغنيه. المهم يعني ان في ناس بتتكلم، طب اشمعنى يا جماعه ما الناس بقى ما اعترضتش وما كده على الرقصه بتاعت دينا الشربيني؟ هل بقى عشان يعني الست دي علشان بترقص كانت لجوزها كانت والتانية بترقص في كباريه، ولا ايه بالظبط؟ يمكن عشان كده، ويمكن فرق الجسم وفرق اللبس، يمكن ده كان ضيق وده مش ضيق، دي التانية مليانة برضو شوية. مم. ويمكن علشان دينا الشربيني برضو كانت معمولة بطريقة يعني كوميدي، كان الكونتكست في المسلسل كانت معمولة بطريقة كوميدية يعني. في ما سياق كانش الدراما يعني. كانش الموضوع مغري يعني، فاهم؟ كانت عاملاها ان بوس هي بوس بتحاول. هادف. اه بالظبط، كان رأس هادف جميل. اي اي. لا يعني انا ما ماشي. شفتش بتاعت نوع عابدين دي، بس لما انت قلت ان هي في التريلر افتكرت لقطة منها. اه لا معمولة رقص اللي هو رقاصة، مش رقص واحدة بترقص لجوزها. ايروتيكي. اه طب بس بقى عشان احنا صايمين انا صايم والمستمعين يا عم، انت الاعزاء. هتستعبط انت هتستعبط، انا صايم. والبيه فطر خلاص عشان فرق التوقيت، وعمال ياكل قدام، عمال قدامي اهو، بص المستفز عمال يشرب شاي وياكل كنافه وانا صايم. قهوة 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 ماشي قهوة. يا عم. قهوه ماشي يا عم ماشي. كمان. بالهنا والشفا. اتفضل معايا. اتفضل ايه بقى، ما انا صايم. اقعد انت اشرب كده، مفيش اي اعتبار هب- لزميلك الصايم. هبقى اجيب لك شوية بص بلح الشام كده تحلي بيهم لما تيجي. ماشي ماشي يا عم، ما عندناش الكلام ده هنا. اقعد انت كل في السعوديه والله واتخن. ولا احنا، والله ولا احنا عندنا احنا الكلام ايه ده. يا عم، ده انتوا عندكم الاكل اللي مفيش اكتر منه. احنا هنبقى نعمل حلقة مخصوصة على الموضوع ده، عشان والله في عندكم في الاكل مفيش اكتر منه في يا ابني، انتوا اكاذيب عندكم كل كتير حاجه. قوي، في اكاذيب كتير قوي. انا هعمل حلقة للمغتربين. المهم خلينا بس في موضوعنا، انت عايز تلاقيك تقول حاجة بس تانية؟ لسه ما عرفتش الاماكن بس. ماشي وماله. طيب تعالى نرجع نتكلم بقى اللي احنا بنشوفه يعني. طيب انت كامل العدد عندك حاجة تانية عايز انا تقولها ولا؟ عاجبني ان هم حافظوا على نفس المود او الفايب ده بتاع الجزء الاولاني. يعني بص، هو طول ما انت بتتفرج لا بتتخض ولا بتتصدم ولا بتتسخسخ يعني، مبتسم بس يعني، مفيش حاجه اكستريم بتحصل.
بس انت مبتسم باللي بيحصل على الشاشة والمود العام كده، حاجة خفيفة كده ولايت وما فيهاش تنشنة وطبيعية. انا امم عجباني بس الصراحة، مش عجباني كوميديا، مش وانا كوميديا، بستفاد مش منها. صريخ ضحك يعني. لا لا لا، هي مش صريخ ضحك خالص. بس اه. بس وانت بتتفرج مبسوط يعني، انا مرتاح كده. الحاجات دي بقى يعني، تنشن. انا كامل العدد السنه اللي فاتت شفتها بعد رمضان. انما في اه رمضان ببقى عايز يا اما حاجه صريخ ضحك، يا اما حاجه عميقه بقى قوي يعني. ما بحبش لا، اتفرج على اي دي حاجه كده دي لا وخلاص. كده، دي لا كده ولا كده، دي لا كده ولا كده، دي تمثيليه كويسه بس اه مش اقوى اه حاجه بس يعني. وما بتزهقش، لا يعني بتتفرج مش زهقان اللي عجبه يعني. بارت 1 هيعجبه بارت 2. اه بالظبط، هما الاتنين فيري فيري كلوس من حيث الاجواء يعني. طب حاجة تانية برضو يا جماعة، برضو عايزين نقول لكم احنا مش هنحرق خالص. انا عارف ان ده كان المفروض يتقال في اول الحلقة، بس احنا مش هنحرق خالص. احنا بنتكلم كده عادي. حتى اصلا في حاجات خلصت، انا ما شفتش اخر حلقة من كام حاجة. فاحنا بنتكلم بصفة عامة، الحاجة عجبتنا ما عجبتناش. قعدت ايه. اقول له يا عبد، ناقص لي حلقة في صلة رحم، خليني اروح بس اشوفها بقى، قبل ما بس شفتوا نتكلم. اهي حجة اهو، اهي حجة قدامكم اهي. اهو. والله قعدت اهو. اقول له ناقص لي حلقة في صلة رحم مم. وحلقة في اعلى نسبة مشاهدة، خليني اشوفهم عشان لما نيجي نتكلم عليهم اقول رأيي الكامل. قال لي طب لا انا تعالى، طب نتكلم على مسار إجباري بما إن إحنا الاتنين بنتفرج عليها. ماشي قول. طيب أنا أول حاجة من الدخلة كده التتر، يعني فكرة إن التمثيلية اسمها مسار إجباري ومسار إجباري هم اللي بيغنوا، عجبتني بصراحة. لا هو ما كانش ينفع يجيبوا حد تاني يعني، هم لو سموها مسار اجباري ومسار اجباري ما وافقوش يغنوا التتر، يبقى كانوا يغيروا اسم المسلسل بقى يعني أنا ما. ما أنا في الأول سمعت صوت طارق الشيخ فقلت إيه ده، طب يعني مش كانت تبقى أليق لو كان مسار إجباري هم اللي جم؟ اكيد. فلقيت هاني الدقاق بقى دخل علينا اه وميكس مخبيها تانية ميكس الوجه. لذيذ على فكرة. اه ميكس ظريف. لذيذ قوي طارق يعني. الشيخ عمل كذا ميكس مع، يعني بحب الميكس اللي هو لما يبقى شعبي مع حد مش شعبي ده. عمله مع زاب ثروت برضو، كان ظريف يعني. وعملوا مع كايروكي. وعمله مع يخرب كايروكي. بيتك يا كيف. بالظبط. فهو مم. عمل الموضوع ده كذا مرة وبتليق يعني، هو صوته حلو برضه. هو قديم برضو معتق، عارف، اه معلم هو. أصيل كده. اه. نخش ايه بقى. رأيك أنا في مسار بصراحة، اجباري بص أنا باختصار؟ بصراحة حاولت يعني، بص أنا حاولت أبقى كرييتيف يعني. أنا قلت أنت بقى هتبقى بتشوف حاجات كتير، فهحاول أدور على حاجة مش متشافة أتفرج عليها. بس برضو مم. طلعت أنت بتشوفها يعني، مفيش فايدة يعني. قلت لا انا دي هكسبك من في الحاجات اللي حاجة. كنت عامل حسابها من قبل رمضان يعني. اه. أنا حبيت قوي عصام عمر مم. يعني. عارف ان هو مش اقوى ممثل، هو لسه قدامه كتير، بس هو بيمثل حلو جدا. بس برضه مش اقوى ممثل، مش مستاهل برضه البروباجندا الزيادة دي، لان هو لسه قدامه كتير ولسه بيتعلم وكده. بس هو عنده قبول رباني كده جدا يعني. جدا انت سبحان الله يعني. تحب تتفرج عليه زي كريم عبد العزيز في بداياته كده مم. يعني. مش بتتفرج عليه عشان هو التمثيل الفظيع المريع اللي كده، بس انت بتحب تشوفه على الشاشة. واحمد داش. يعني احنا اول ما طلع برضو، اول ما شفناه طلع بدور راجل طيب قوي، فالناس حبته جدا، لان انت عارف احنا شعب عاطفي جدا وعندنا الفيرست آه. امبريشن ده بيثبت. يعني احنا لحد دلوقتي فاكرين لباسم سمرة ان هو اول ما طلع في عمارة يعقوبيان وعمل الدور اياه. فهو الراجل طلع، عصام عمر طلع في دكتور، في دور دكتور طيب جدا، فهو الناس خلاص يعني، الناس حبته والناس فاكراه كده في الحقيقة. فهو كان اختيار برضو حلو منه ان هو يبدأ كده يعني. مع ان منورة باهلها كان دور دموي جدا. جدا جدا، بس هو اه. يعني ما اتشافش او الناس ما عرفتوش من الدور ده يعني، الناس عرفته امم اكتر. امم بس لا، ما هو حلو بصراحة وترندنج دلوقتي. المخرجين والمنتجين ابتدوا يجيبوه، بيجي في الإعلانات يعني. برضو عايزين هنتكلم في فقرة كده هنتكلم فيها على الإعلانات، أو بقى حلقة كاملة لوحدها. بس هو ابتدى يتشهر، ودي حاجة عجباني بصراحة يعني. أنا عاجبني إن السن ده ابتدى ياخد فرصته يعني. آه. ما حصلتش ثورة زي زمان بقى وقت هنيدي لما جه جيل جديد وكده، بس هم عمالين يخشوا يتسرسبوا كده واحد ورا التاني بقى. مم. بداية بقى من أحمد مالك لأحمد داش لعصام عمر لطه دسوقي. ابتدوا ياخدوا مساحة حلوة وياخدوا بطولة وياخدوا حاجات
وانا كنت براهن بصراحه، يعني انا لما شفت قلت لا، يعني عصام عمر اغلب الحاجات اللي نقاها كانت نسيت حلوه. يعني سلمى ابو ضيف وليلى زاهر، دول ابطال المسلسل السنه دي، شباب برضو يعني. احنا عندنا مسلسلين ابطاله شباب، واحد ولاد واحد بنات. اه اه، ده حقيقي. يمكن التانيين كونتروفيرشل شويه. سلمى ابو ضيف انا بحبها، بس في مم. ناس بتختلف شويه عليها. وليلى زاهر دماغها نفس جديد الكلام. المفروض. بس انا مم. اعتقد ان عصام عمر في اجماع، الناس تقريبا كلها بتحبه. واللي اعتقد ما بيحبوهوش يعني على السوشيال ميديا، يعني جروبات، انت عارف انا بخش في جروبات العواجيز شوية. اللي ما بيحبوهوش عشان افورة الناس عليه. يعني بيقول لك عشان ايه بقى ماله بقى عصام عمر بقى ده اللي انتوا واجعين دماغنا بيه وبتاع، بس في ناس يعني. تحب اللي هو انا المختلف، اللي انتوا كلكم ماشيين في حته وانا في حته تانية، فانا فاهم ومحنك كده. في ناس تحب كده قوي يعني. اه. طيب ايه تاني في ايه تاني عندنا؟ داش داش حلو بقى. بس. لا داش داش يعني انا شايفه عامل دور حلو قوي، بس الناس كلها قوي. بتتكلم على عصام عمر. انا حاسس ان داش بجد لا، محتاج تقدير اكتر من كده. ايوه هو بس طبعا. عشان عصام عمر بس لسه طالع، فالناس متفاجئه بيه. داش احنا عارفينه من فتره، فخلاص مننا وعلينا ومحدش بيجيب سيرته. بس لا، داش عامل دور حلو قوي يعني يا جماعه. صاحب بيت. اه بالظبط. لا داش انا عاجبني جدا دوره، زيه زي عصام عمر يعني اداؤه مش اقل من عصام عمر خالص، مع ان كل بالعكس الاشاده ممكن يبقى ازيد. كل بالعكس ممكن البوستات على يبقى عصام ازيد. عمر. اه. ممكن يبقى ازيد كمان. هو عارف دايما نظراته لاخوه، فكرة ان هو لقى اخ ولقى عيلة أمم. وفرحته بيهم و... و... يعني تفاصيل لما سمع بقى ان ابوه هيسافر اتضايق قوي، ويعني لا عامل دور جميل لما بس راح يدافع فعلا. عن اخته في الكلية اه. وراح اندفع وضرب على طول، وبعدين خايف عليها وبيحط ايديه عليها وبيطبطب عليها. لا يعني اه. في سليم الشريف. في اه. لا عاجبني جدا دور داش، وهو يعني بقى شاطر في حتة اللي هو الشاب الشعبي ده، من كتر ما طلع مع محمد رمضان وشرب منه فعرف بتتعمل ازاي، وجربها مرة واثنين وثلاثة لحد ما ظبطها. يمكن أول مرة عملها مثلا في البرنس ما كانش أداؤه أحسن حاجة، بس حسين لما كررها العمدة. تاني في جعفر العمدة وكده دلوقتي بقى عاملها أحسن وأحسن كمان يعني. حسين العمدة ولا حسين اه. البرنس؟ اه الإفيه ده برضو كان حلو، كتبت بوست عليه عجبني يعني. ممكن يبقى عدى كده في النص الناس ما خدتش بالها، بس لا كان مكتوب بذكاء يعني. اللي كاتبينه برافو عليهم. واللي كاتبين على فكرة، اللي كاتبين مسار إجباري عملوا لنا شير لكام حاجة احنا منزلينها يعني، خلي بالك. العب بقى العب. اه واحد اسمه أمين جمال، هما ثلاثة: أمين جمال ومحمد محرز وواحد تاني اسمه مينا الباوي ولا البباوي، مش فاكر قوي. اوكي. فأمين جمال ومحمد محرز الاتنين عملوا لنا شير. وهتلاقي لو بصيت على التتر هتلاقي في الأول مكتوب معالجة درامية بهاء دويدار. باهر دويدار. باهر دويدار. باهر ده دويدار ده يا بتاع سيدي. الاختيار. بالظبط. اختيار واظن الجزء ان هو الاول. اللي عامل السنه دي، هو اللي عامل سر الهي. اظن مش متاكد، بس افتح شوف كده. هو اللي كاتب سر الهي. فهو بيقول لك، انا بقى سمعت يعني كان في لقاء على نجوم اف ام بيقول لك ان هو كاتب مسار اجباري من 2005 او 2006، واو. وقرروا ان هم ينزلوها السنه دي، وهو كان مشغول في سر الهي. وحصل اتشغلوا في التصوير وكده، فبعد الحلقه الخامسه ما عرفش يكمل. فهتلاقي ان في التتر مكتوب معالجه دراميه بارد وإدار، وكتابة أمين جمال ومحمد محرز ومينا البباوي ده. فهو كتب أول 5 حلقات، وهو اللي عمل الشخصيات وكل حاجة، بس من بعد الحلقة الخامسة هما اللي كملوا. هو كان بس بيشرف لو عندهم أسئلة لو بتاع، هو كان بيبقى معاهم كده يعني كمشرف. بس من بعد الحلقة الخامسة هما اللي كملوا. احبك في والحاجة التفاصيل يا الحلوة زيزو. قوي إن أنت ما حسيتش بفرق يعني ما بين أول 5 حلقات والباقي. ما حسيتش إن الموضوع مش متوصل، أو ما حسيتش إن إيه ده. أنا حاسس إن الريتم اختلف أو الشخصيات اختلفت أو حاجة. ما هي فحاجه دي صعبه برضو ان ميزة انت تيجي. دي ميزة ال 15 حلقة. ال 15 اه حلقة حتى لو الريتم بطيء شوية، في الآخر هيضطر هيتلحق ينجز أصلا. هيتلحق. هيعمل اه إيه طيب؟ فاهم؟ هيتلحق. انما ال 30 حلقة بقى بيقعدوا يمطوا ويمطوا ويعيدوا ويزيدوا امم. ويدخلونا في لوبس، تشوف بقى 4 5 حلقات ورا بعض هي نفس اللوب ونفس الحاجات اه بتتعاد. طيب. فبس فبرافو عليهم ان هم لما جم يكملوا برضو عليه، ودي مش حاجه سهله ان انت تكمل شغل واحد تاني يعني. فما حسيناش باختلاف يعني. مم. طب بنت ونادين خان الوز. طبعا. بنت نادين الوز خان عوامة طبعا بقى.
نادين خان طبعا هايله، الاخراج هايل مم. والاهتمام بالتفاصيل، وانت كنت كاتب بوست اللي هي بتحب زي بابا تصور الشوارع بتاعت مصر والكلام ده كله. انا الفتره الاخيره قعدت اتفرجت على كذا فيلم لمحمد خان. مشوار عمر والحريف وخرج ولم يعد وكذا فيلم تاني، يعني مش فاكر بالظبط ايه الافلام اللي شفتها، بس شفت له مثلا بتاع 5 6 افلام. مم. فهو آه، عارف، كان هو طيار كده بيسموه وقتها السينما الواقعيه، مم. باختصار يعني عشان ما نهريش كتير في الحتة دي. بس ان هو بيصور لك الحياة الطبيعية في الشارع، المواصلات، الشوارع، الكباري، شكل الحياة في الوقت ده شكلها عامل ازاي. بحس ان انت دلوقتي، انا كواحد في سنة 2024 بتفرج على الحاجات دي، اشوف مصر في الثمانينات كان شكلها عامل ازاي، اشوف اه. الطريق الزراعي كان شكله عامل ازاي، اشوف وهو فاتح الراديو البرامج اللي هي الثابته كانت شكلها عامل ازاي. فانا مم. حسيت بنفس التاتش في نادين خان. يعني هو ما بين كل شوت وشوت تاني لازم يجيب لك برضه، هتلاقي كوبري، يجيب لك شارع، يجيب لك الحتة اللي هو التمثال بتاع سعد زغلول، صح. بيركبوا الميكروباص جوه الميكروباص مع بعض هما الاتنين وكده. حد مثلا راكب توك توك او راكب، يعني فاهم، في حياة كده في الموضوع. ودي حاجة الصراحة مفتقدينها بقالنا كتير، يعني الناس حتى لما بيصوروا في الشارع بتحس ان هما مفضيين الشارع، انما هنا انا لا، انا حاسس ان انا في حاجة فعلا واقعية يعني. وفي مشاهد خارجية كتير، يعني في مشاهد مش كل حاجة في استوديو، فتحس فعلا ان انت يعني الموضوع ده بيقربك اكتر من المسلسل، لان بتحس ان دي حقيقة، حاجة حقيقية وانت بتشوفها في الشارع لما بتنزل. فاظن دي بتخلق يعني كونكشن ما بينك وما بين المسلسل اقوى يعني. بالظبط. واللي لازم نتكلم عليه برضو التصوير هايل هايل هايل. في جدا. كادرات تحفة، وفي اضاءات تحفة، وفي آه، سيمترية. او حركة الكاميرا والكلام ده كله حلو قوي في المسلسل. يعني انا شايف ان من احلى الصور وانا بتفرج، من احلى الحاجات اللي بتبقى عيني مبسوطة وانا بتفرج عليها هي مسار اجباري أوي أوي والحشاشين يعني. أوي. آه. بس الحشاشين معمولة ببادجت ضخم اتليست مسار اجباري معمولة من غير اي عنصر مبهر، فاهم؟ من كلهم غير شباب في شباب يعني. ديكورات، ومن غير مباني وقلعة ومن غير تصوير بره مصر وكده، كل ده معمول في الشارع كده ببساطة، فحلو قوي يعني. مم. طب في حاجة ما عجبتكش؟ انا اتكلمت معاك في الموضوع ده، انا عارف ان انت في حاجة ما عجبتكش. انا ما ركزتش قوي في المساوئ سو فار يعني. كنت لا يعني يمكن لو رجعت بصيت تاني الاقي حاجات ما عجبتكش ما عجبتنيش، بس لا تحب حاليا تمام. التطبيل أنت يا مستر زيزو. والله يعني ساعات الواحد بيبقى عايز يشوف الحلو، يعني دايما الوحش كله، كتير قوي. كل حاجة حلوة، كل حاجة والله جميلة. الوحش كتير قوي، فساعات مصر. بتحاول ان انت تشوف الحلو يعني. الله الله الله. شفت شفت. لا انا يعني بص، دور الشر بتاع رشدي الشامي حسيته كرتونش شوية. امم. آه، يعني ما اعرفش، يعني هو كممثل ممثل تقيل جدا، بس ده انا حاسه من اضعف ادوار، يعني حاسس ان هو كان ما هو يطلع. انا معاك، هو لحد دلوقتي من اضعف ادواره، بس انا مش متخيل ان هو رشدي الشامي جاي يعمل الدور ده. بس احنا لسه ما شفناش اخر حلقتين او لا اخر. لا، هو ماشي بس يعني فانا ما متخيل خلاص، ان هو يا هيعمل حلو بقى بانت حاجه جامده لبتك يعني. قوي يعني. هو ده شرير التسعينات، شرير الثمانينات، فاهم؟ عارف انت اللي هو زعيم العصابة اللي بيجي قاعد قاعدة معينة وماسك السيجار وبيكلم الصبي بتاعه. بس لا يعني. جايبينه راجل بيحب البطاطا، شفت التفصيله دي؟ بيحب البطاطا وبياكل بطاطا برضو، مخلين ان في والله مخلين ان في تاتش انساني كده، وتاتش بسيط يعني، عشان ايوه. فاهم موضوع البطاطا ده مركزين معاه قوي، مش فاهم ليه يعني، بس ماشي. وطبعا الساينس فيكشن بقى بتاع الاتنين دولار اللي حبوا بعض. اه يعني اه ما دي اقدرش اقول لك ان هو ما عجبنيش، هي لا علاقتهم دي ببعض فيها دايناميك حلو، بس اه يعني مقلل الواقعية شوية ان هم دي بقوا فعلا اكتر فجأة. حاجه ما عجبتنيش فعلا لما انت قلت دلوقتي اه. افتكرت. دي انا شايفها حاجه خيال علمي زي ما انت بتقول يعني. ده مش طبيعي ابدا ان علاقتهم تبقى كده ببعض يعني خالص. بس ايه رأيك في نعناع؟ انت عاجباك زياده عن اللزوم، انا عادي قشطه.
بص انا بسمة بالنسبه لي انا حاططها في كاتيجوري كده من زمان قوي 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 قوي، من وقت فيلم الناظر، وهي البنت الكيوت الرقيقه الارستقراطيه اللي كده. فانا اول مره اشوفها كده بصراحه، ومش مفصول يعني. في ناس لما يبقوا بالشكل ده يعملوا الادوار دي تحس تتفصل كده، او تحس ان لا مش لايق عليكي او كده. مم. لا هو لايق عليها جدا، وطريقتها وهي بتقول له يا سونس وبتاع وبرافو ان هي عايشه جامد. سنها برضه. لا هي بقالها فترة عايشة سنها، ودي حاجة حلوة يعني. مم. هي رضيت بالمكتوب. هي كانت بعدت شوية وقت ما اتجوزت وكده، بس لما رجعت لا بتعمل أدوار هي حلوة. يعني علاقتها باحمد داش حلو، انا بحب الدايناميك بتاعهم والهزار اللي ما بينهم وكده اكتر من علاقه عصام عمر ومامته، عشان مامته طالعه جد قوي وكده. صابرين بس تقيلة أوي. بس هي ادائها نفسه قشطه بالنسبه لي عادي يعني مش. مع ان انت لو يعني من قبل ما تشوف التمثيلية، لو قلت لك صابرين كممثلة فيرسز بسمة كممثلة، المفروض ان صابرين اتقل، بس تقيلة قوي يعني اتقل معرفش. اتقل كدم ولا اتقل ايه؟ اتقل كدم لا هو هي يعني اتقل، يعني هي اتقل طبعا. ممثلة برضو كانت عملت حاجات مهمة يعني، أم كلثوم وبتاع. ماشي بس تمام ماشي. بس يعني دمها تقيل يعني. فاضل 10 دقايق ها. اه شفت طلع لي تمام. طيب طيب بتهيألي كده اتكلمنا عن أغلب الحاجات. أنا برضو استنى، في حاجة نسيتها. خديجة دي بتستفزني أوي. خديجة كانت مين خديجة دي؟ الممثلة اللي هي قريبة البنت اللي مايل اتقتلت. غيتي، مايل غيتي. يا ساتر، من ايوه ساعة ايوه. الجزيرة الجزء التاني وأنا خلي بالك دي راحت بتستفزني كل درست ما. بره في لندن دي وعملت افلام اجنبي وبتاع، اوعى. وعملت قصة. اه وعملت قصه، راحت لندن عملت قصه. وانا عارف انت بتحب محسن منصور برضو، اللي هو الدراع اليمين بتاع رشدي أبو الشامي ده. البراء. اه ابو البراء في وشه ده بالظبط كده. بس انا برضو شايفه زي ما انت بتقول كرتوني ومش واخد، كرتون عمال المساعد يضحك كده بتاع. ضحكه ساذجه ومستفزه طول المسلسل. و المساعد بتاع شريدر، عارف انت فاكر نينجا تيرتلز؟ كان ايوه في شريدر ده، او مش فاكر كان اسمه ايه بالعربي، وكان في شنخر وصخر، فاهم؟ هو تحسه كده حاجة من الحاجات دي اللي هو صح صح. يعني. حلوة. اه فبس اظن قلنا على التمثيل دي كل حاجة ممكن تتقال يعني. طيب هقول لك مثلا. طب في اي تمثيلية ابتديتها وما كملتهاش؟ انا في حاجات يعني، بس انت في في اتنين، حاجة. في ثلاثة بس طب قول. يعني في ما كملتهمش هم، يعني ما اعرفش هم حلوين ولا لا، أنا ما اقدرش احكم لاني ما شفتش كتير. بس اه كانوا اقل بكتير من الحاجات اللي ابتديتها التانية. فانا وقتي كان يسمح ان انا اشوف خمسة او ستة بس مش تسعة عشرة، فكان دول يا اللي لازم عيني، اه يا عيني دول تاني. اللي لازم اشيلهم. خالد النبوي امبراطورية ميم، شفت اوكي. اول حلقتين او ثلاثة وحسيت ان لا مفيش حاجة بتحصل ومش عاجبني الوضع. شفت اربعة اكشلي، شفت اربعة. مع اني كنت متحمس لها قبل رمضان، وكنت فاكرها هتبقى زي راجعين يا هوا، بس لا اظن انها اضعف بكتير. واعرف اهلي بيتفرجوا عليها، قلت لهم حصل حاجة بقى في بقية الحلقات، قالوا لي لا يعني مفيش اي حاجة تلات- حصلت. 30 حلقة شكرا. و30 حلقة فكويس اني وقفت. شفت عتبات البهجة لاني برضو بحب جدا يحيى الفخراني، وكنت متحمس قوي وعشان نفس مخرج حمادة عزه والكلام ده كله. بس للأسف التمثيلية أقل من المستوى بكتير بكتير جدا، وما بيحصلش فيها حاجة، وفيها أسئلة كتير قوي بس يعني ملهاش المخرج اتركن سنين يعني. اتركن سنين، او كان بيعمل حاجات أيوة، بقى ماشي. هابطة لو واحد وواقعة. مركون سنين، واحد مركون سنين وقرر يرجع، يبقى أكيد في سبب لهذا الرجوع. فده اللي خلاني مش شرط متحمس. يعني. ده مش اللي شرط خلاني يعني. متحمس، أصل هترجع ليه طيب لو. كان قاعد مع جده يحيى في عزومة فطار ولا حاجة، قال له بقول لك ايه، ما تيجي ايه هوبا هوبا لالا يلا تعالى اخرج. يحيى الفخراني نفسه علاقات برضه يعني. بقاله 3 سنين ما بيمثلش، فايه اللي رجعه؟ ايه اللي شدك في هذه القصة ان قلت لا دي اللي هترجعني من 3 سنين اعتزال؟ فاهم يعني؟ لا يعني تمثيلية وحشة وما بيحصلش فيها حاجة، هل وفيها يحيى ناس كتير هل يحيى قوي مالهمش الفخراني لازمة. عمل اي حاجة حلوة من ساعة ونوس؟ مش فاكر حاجة انوس. حاجة significant يعني. يعني لا عمل ما نجيب زاهي زركش، عمل اسمها ايه دي اللي كان فيها عيلة بالحجم العائلي.
اه وحشه جدا. بس جدا. عمل حاجه يعني تانية، في انت اللي الثلاثه دول، بتتفرج له على عتبات حاجته. البهجه ونجيب زركش وبالحجم العالي، أو ممكن اقول ان نجيب زي كانت احلى واحده يعني. مم. بس عتبات البهجه ما بيحصلش فيها حاجه، وفي ناس كتيره قوي مش لاقيين على الدور بتاعهم، وناس كتيره قوي ما لهمش لازمه اصلا، يعني ما لهمش دور، لو شلتهم مش هيحصل حاجه. هو الصراحه المسلسل كله لو شلته مش هيحصل حاجه يعني. آه، بس الصراحه الحسنه الوحيده الموسيقى، موسيقى التتر حلوه قوي قوي قوي. لا اسمعها عاملها بقى. خالد القمار ولا اسمعها القمار. بقى، انت عارف انا بس راجل حلوه موسيقار. قوي، حلوه قوي، وهتحس ان فيها كده من ريحه عمر خيرت في حتت معينه كده. اوكي. عجبتني، وفعلا بتحسسك بالبهجه كده وتحسسك بنوستالجيا، فالموسيقى عجبتني قوي. بس المسلسل لا، ما حدش يشوفه للاسف، للاسف بقول كده عليها الفخراني، بس ما حدش يشوفه يعني. ماشي. انا شفت حلقة من لحظة غضب، امم وطبعا طبعا طبعا عارفين انا شفتها ليه. طبعا. كان فيجو. يا محمد فراج في اول حلقه، شفت حلقه محمد فراج وقفلتها. لا يعني بص، انا بحب سيبا مبارك، بس بطلة. مم. ما كانت لسه بطله قبل رمضان في بين السطور، والناس كانت طالعه بيها لا ما اقدرش، ما كانت شفتش. طالعه بيها انا السما انا يعني. انا انا بحتاج انا بحتاج فترة، انت عارفني يعني. انا قعدت فترة مثلا على ما اتقبل ان امير كرارة ممكن اتفرج له على كلبش، قعدت فترة على ما اتقبل ان عمرو يوسف ممكن اتفرج له على اسمه ايه ده، طايع. قعدت فترات في ناس كتير ان انا اتفرج، فصبا مبارك جميلة وكل حاجة، بس ايدك مع تشوف قلب حد تقيل. ده، ومش عايز تشوفها عشان الابطال برضه، يعني هي مسلسل سميني جميل. بقى، سميني اللي تسميه، بس لا يعني لازم تبقى حاجة اكسبشنال عشان اشوفها، وفيها حد ماليش فيه يعني. يا جماعه، عبد ما شافش الباشا تلميذ لحد من سنه ولا سنتين فاتوا، علشان ما بيحبش رامز جلال وغادة عادل ومها احمد تقريبا. وبكابوز ده مها احمد اه. مليان كمية انتوا ناس. متخيلين ممكن ما يشوفش حاجه حلوه جدا ومشهوره جدا وكل الناس قالت عليها حلوه، بس عشان هو في ممثل في المسلسل او في الفيلم هو ما بيحبوش فخلاص كده. فهو عنده معتقدات غريبه، ان شاء الله نغيرها له يعني. معلش انا برضو وقتي مش يعني مش ثمين قوي زي وقتك كده، بتعرف تحشر فيه حاجات كتير يعني. بالعكس، انت وقتك ثمين قصدك، انا دلوقتي. ماشي. طيب. حاولت اعمل حاجة صح. تعمل حاجه صح. طيب آه، بس فيعني كان علي قاسم برضو انا بحبه، وبحب محمد شاهين، بس كان لسه علي قاسم ما ظهرش، ومحمد شاهين كان طالع في دور مستفز كده شوية. هي دي الشخصية يعني اللي مكتوبة بس له. في التمثيليه عبد الرحمن محمد بتاع، هو الكوميديان ده بتاع بودكاست اشتري مني، انا بحبه الصراحه. بيضحكني وبحب المليان اتفرج. اللي بيلبس نظارة ده صح؟ ايوه ايوه. انا بحبه برضه. انا الواد ده بحبه بيضحكني قوي اه. قوي يعني. انا كمان. طب في والله الحلقه الاولى ما ادوش اي مبرر ليه شنب محمد شاهين عامل كده، ما ذكروش الموضوع ده. ما هم مطلعين شخصيته كده، شخصية قديمة أمطى كده يعني. فدي برضو حاجة من الحاجات يعني، هو ده عكس الدور اللي عمله السنة اللي فاتت كان اه طالع كول ومودرن وبتاع. هو عامل النقيض تماما السنة دي. بس ما اعرفش يعني، شفت حلقتين وقلت بقى هنشوف، لو الناس شكرت فيها ممكن بعد رمضان يعني. انا سمعت كذا حد قال عليها كلام حلو والله، اوكي. بس انا ممكن ما نجرب. انا ما شفتهاش برضه، ما شفتهاش. طيب وشفت انا 4 5 حلقات من الكبير، بس ما مم. عنديش حاجة جديدة اقولها يعني كل اللي هقدر اقوله ان هما هي الكبير يعني، هنقول ايه في الكبير يعني. بس لا، ما هو اني كبير، الكبير بتاع زمان ولا الكبير اللي فات؟ ما هو الكبير ده انا ما اني شفتش الكبير اللي فات، وسمعت ان الناس شتمت فيه جامد. كانت وحشه بس قوي. الكبير اللي فات اوحش موسم، انا دي شفتها وبسببها انا ما شفتش السنه دي، لان الكبير لا السنه لا انا ممكن اكمل، انا بس الوقت هو اللي مسعفنيش ان انا اكمل. شفت اول قصة، اه. دخلت في تاني قصة كانت اقل سنة، امم وكنا هنبتدي في تالت قصة. هما امم زودوا شخصية يعني في ناس مشيت، في امم هشام اسماعيل مشي. اسماعيل فزاع. فزاع. جابوا بقى مكانه ابن اشرف. اه، انت عارف مين بقى الراجل الواد ده؟ لا مين؟ عارف ويزو، الممثله اللي اسمها ويزو؟ اه ده جوزها. بجد والله.
والله. بس دمه خفيف يعني. اه وعمل كام حاجه قبل كده، اضافه طلع حلوه يعني. في عبد الباقي برضو. يعني يجي منه يعني، بس انا ما اتفرجتش صراحه السنه دي يعني. اه. وطب لا، محمد سلام طالع ولا مش طالع؟ انا سمعت ان هو فضل ما محمد طلعش. سلام طلع في تاني قصه، طلع اه وفي بس تالت قصه اللي كنت لسه ببتديها يعني. اوكي، يعني طلع هكملها متاخر. بعد رمضان عموما. سمعت انه طلع هك... متاخر يعني. هكملها وسمعت ان بعد رمضان في كذا واشوف يعني. حلقه مش متصوره في الدوار بسبب الحريقه اللي حصلت، فهم غيروا حته في القصه علشان الحريقه اللي حصلت دي. طيب، عمالين بنهري وبنرغي بقالنا معرفش ساعة الا ربع اهو دلوقتي، وما جبناش سيرة الحشاشين. امم مستغرب قوي ان انت ما بتشوفهاش صراحه. هقول لك، هديلك اسباب وجيهة جدا. ايه، ما بتحبش مين المره دي؟ ما بتحبش الراجل بتاع الملابس؟ يا ابني بقى، يا ابني بقى. لا والله يا ابني بص، غريب انا قوي. بص هقول لك انا مش عايز اتفصل من الجدل. اي عمل تاريخي بيحصل لازم يبقى عليه جدل. ماشي. وانا يعني غصب عني عندي وجهة نظر كده، مش عارف اقولها ولا ما اقولهاش ولا ايه. بسبب صناع التمثيلية، بسبب بيتر ميمي وبسبب عبد الرحيم كمال. امم بس ده مش سبب يخليني ما اشوفهاش، بس ده سبب من الاسباب اللي هتعمل الجدل ده. اختيار الاسمين دول بالذات يخليك تحس ان التمثيلية دي هي الاختيار الجزء الخامس. بس خلاص، هو الموضوع الناس زهقت وسفت وجابت اخرها السنين اللي فاتت. طب يا جماعة تعالوا نبقى كرييتيف شوية، وبدل ما نعمل الاختيار بنفس الشكل، طب ما تعالوا نعمل اسقاط بقى على نفس الموضوع، بس في شكل حاجة تاريخية. معرفش ده صح ولا لأ. هو مجرد إحساس بسبب جهة الإنتاج وبسبب المخرج وبسبب المؤلف، بلس امم بقى الناس وكلام الناس والجدل وعامية ولا فصحى والكلام ده كله. قلت لا، انا هشوفها في وقت تاني بشكل منفصل، بعد ما كل الناس تخلص كل الهري اللي هي قالته، واشوفها بقى كعمل درامي لوحده، اشوفها كويسة ولا لا. غريب جدا والله. مفيش فضول طيب يعني؟ مفيش فضول تشوف اللي الناس بتتكلم عليه ده؟ ما عنديش وقت والله. وبعدين انا نازل مصر، هنزل في نص رمضان، امم والتمثيلية 30 حلقة، فخفت بقى ملحقش اكيب اب مع البيس السريع بتاع 30 يوم و30 حلقة ده. اه، قلت لما فقلت تنزل مش هتعرف تتفرج فأضيع منك يعني. لما ارجع بقى مش اتفرج عليها بيتحرق لك كده حاجة على. لما بتفتح الفيسبوك؟ مش بيتحرق لك حاجة؟ انا ما نفسي بقعد احرق. بركزش قوي، ما انا لا يعني انا ما بركزش قوي مع الحاجات اللي مش بتفرج عليها. بلس ان هو اصل الناس مش بتحرق، الناس بتتكلم ان مثلا الحلقة ال11 كان فيها مشهد تاريخي ما اتعملش قبل كده ولا في السينما ولا في الدراما المصرية قبل كده. مم. طب مثلا دي مم. حاجة، ده مش حرق بس ده حاجة هتحصل. الناس بيتكلموا بقى عن اصل هي الفكرة ان الممثلين غير كريم عبد العزيز واحمد عيد وفتحي عبد الوهاب، مفيش ممثلين معروفين قوي. فهم مم. بيقولوا سواء اسم الممثل او الشخصية، انا معرفش مين ده، معرفش مين. في واحد النهارده قريت حاجة ان في واحد اتقتل من الحلقة الاولى، كان ممثل كويس قوي. مم. بس انا يعني، بره او عنك. لما اجي اتفرج مش هبقى عارف مين اللي يعني فاهم، تبقى نسيت هتفرج. يعني. اه. مم. ماشي، هي فبس. وجهة نظر، وجهة نظر، ماشي. اتفضل انا انت بتفرج بقى. عليها انا بتفرج عندك عليها بقى. اه. انا بتفرج عليها. بدايتها كان فيها شوية، بالنسبة لي يعني كان فيها شوية مشاكل، او الريتم كان بطيء او حاجة. بس 30 اتحسنت جدا. حلقة. ايه، 30 حلقة. 30 حلقة بس لا يعني دي بقى واحدة من التمثيليات اللي انا شايف انها تستاهل 30 حلقة. يعني واحدة من التمثيليات القليلة قوي اللي تستاهل 30 حلقة، لان انت بتعرف حقبة كاملة، بتعرف شخصيات كتيرة قوي، بتعرف شخصية ازاي اتبنت من صغرها لحد ما كبرت، ازاي وصلت للي هي وصلت له، ازاي اتحولت، ازاي جمعت صحابها وازاي ابتدت تقنع الناس، وازاي عرف يلاقي يعني يحاول ياخد نفوذ، وازاي لقى القلعة بتاعته. فهم الصراحة في الأول كنت شايف إنها بطيئة، بس الحلقة الثامنة فهمت
كان ليه البيلد اب ده كله، وكل حاجه كل حاجه يعني ظهرت، او كل حاجه كل الخيوط اتجمعت مع بعض في الحلقه الثامنه. فانا كنت لحد الحلقه الثامنه مش مبسوط، بس في الحلقه الثامنه فهمت ليه كل ده حصل، فتقبلته اكتر. ومن اول الحلقه الثامنه بقى، عارف انت لما يرجعوا سهم لورا خالص كده بعدين يرموه، هي فضلت ترجع ترجع ترجع، والتمثيلات كلها شغاله وعماله تمشي لحد ما سابوا السهم في الحلقه الثامنه وطارت بقى. انا شايفها حاليا هي معديه كل التمثيليات الصراحه، واي مقارنه ما بينها وما بين اي تمثيليه تانية هو ظلم يعني. لان اوبا. هي انا شايف كده. انا بقالي برضو حلقتين ما اتفرجتش، فانا شفت لحد ال 11 تقريبا او ال 12 بس. عاجبني قوي اللي انا شفته سو فار يعني، وشايف ان هي هتتحسن اكتر، وشايف ان الشخصيات بتتطور والشخصيات ادائها بيتغير من الاول عن دلوقتي. آه، طب اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ هي اكيد فيها اسقاطات سياسيه اكيد. ده الحاجات اللي بتحصل زمان دي انت تقدر يعني تقدر حاجات منها تطبقها على دلوقتي، او تخليها تريليت لدلوقتي. ده اكيد لان هو الزمن بيعيد نفسه يعني. انا بس متضايق من حاجتين. اولا في اختيارات شخصيات كتيره مش احسن حاجه بالنسبه لي، شايف ان كان في ناس تانية ممكن تيجي. وعلى فكره في شخصيات كتير قوي اعتذروا عن الحشاشين علشان هي اتاجلت سنه، فالناس دي كانت ناويه تعملها السنه اللي فاتت، لكن السنه دي هم كانوا مرتبطين بحاجات تانية. ده في غير حد ان تقيل يعني، حد معروف كبير؟ مش ناس كتيره، بس يعني واحد من الاسامي اللي اعرفها شريف سلامه مثلا. شريف اوكي. سلامه كان هيبقى في الحشاشين، كان هو هيبقى مكان الولد اللي هو الملك ده، مش فاكر اسمه ايه، اللي بيطلع مع تامر، اسلام جمال اللي بيطلع مع تامر دايما، كان هيبقى امم. شريف سلامة مكانه. ده امم. يعني واحد من الاختيارات. كان في واحد تاني هيبقى مكان نيكولا معوض اللي هو عمر الخيام، والحد ده اعتذر ونيكولا معوض ده اللي مسك. ففي اختيارات ادوار غريبة شوية وحاسسها مقللة من المسلسل. كان ممكن الاداءات يعني دي لو احسن كانت تعلي اكتر من المسلسل، فدي حاجة مضايقاني. امم. الحاجة التانية اللي مش مضايقاني بس خلصوا شايف. خلصوا الميزانية على كريم عبد العزيز يعني؟ لا ما خلصوش. هو الفكرة ان المسلسل قعد مدة طويلة قوي تتصور، فانت كممثل هتكمت لمسلسل زي ده هتقعد مدة كتير قوي بتصور، هتسافر كتير بره مصر عشان في مشاكل كتير قوي بره مصر، وشكلك مش هينفع بره تغيره. مصر فعلا ولا سي جي اي بقى لا في حاجات باينة قوي انها بره مصر بجد. السي جي اي باين ان هو سي جي اي، بس في امم. مشاهد بالدرونز كده في غابات وفي حاجات لا هم مصورين بره، قالوا باين في. عندنا حديقة الازهر وكده ممكن. لا اله الا الله. ماشي بغض النظر. يقول لك حديث الازهر. لا في مشاهد متصوره بره وباين انها متصوره بره يعني. اوكي. آه، الحاجه التانيه اللي بقول لك عايز اعلق عليها ان احمد عيد انا بحبه جدا وجامد وكل حاجه، ومنبهر فشيخ. ان هو عامل فشيخ. منبهر ان هو عامل حاجه مش كوميدي وكده. بس هو بكل صراحه يعني، مع الراي ده ممكن يضايق ناس كتير، هو بكل صراحه لحد دلوقتي هو ما عملش اي مشهد قوي. هو اضافة. كل مشاهده يا ما دوب عملش اي بيطلع يقول اضافة. كلمتين، بيطلع مم. يقول كلمتين ويمشي، فالناس بقى ايه العظمه دي وايه الانبهار ده؟ ما هو ما عملش حاجه يا جماعه لسه خالص. هو كنت سمعت رأي ان هو لما الكوميديان عموما انت متعود ايوه، عليه اسم الله وبيضحك عليك. وبيعمل، لما يطلع بالظبط مكشر وتشوفه في حاجة بالظبط غير اللي انت متعود عليها، هتقول ايه ده، ايه التقمص ده وايه بتاع ده، مع انه هو ما عملش اي بالظبط. حاجة غير هو ان هو ده كشر اللي يعني. مخلي الناس، ده اللي مخلي الناس طالعه بيه السما، ان هو اولا مغير شكله طبعا، باروكه وشعر طويل ودقن وبتاع، فشكله مختلف خالص مم. وعامل جد. فالناس بقى ايه العظمه دي وايه البتاع ده. بس هو لحد دلوقتي ما عملش ولا مشهد ماستر سين يعني، ما فيش اي مشهد قوي تقول ان احمد عيد مثل المشهد ده حلو. بس هو مش طب. مضايقني سو فار، انا اللي مضايقني الناس وافوره الناس بس. مم. عادي يعني. بس غير كده بس المسلسل حلو وبيتحسن، ولسه قدامنا كتير قوي على ما نحكم عليه. بس عاجبني جو التصوير، عاجبني الجرافيكس، عاجبني اللبس، الديكوريشن. متأثر شوية في حتت، المسلسل متأثر بجيم اوف ثرونز في جيم حتت اوف معينة. ثرونز. مم. اه وده مش عيب يعني، هو ممكن تبقى نفس الحقبة او حاجة، ففي حاجات شبهه. بس مش منقوشة بالملي يعني. بس لا عاجبني المسلسل جدا. في الأول ما كنتش شايف إن هو قد التوقعات، بس حاليا شايفه تمام يعني. طب المسلسل ده لو ما كانش كريم عبد العزيز عمله كان هينجح؟ بص يا سيدي،
هو في يعني لما بيختاروا ممثل اظن بيبقى في سببين، يا اختيار فني ان الممثل ده قدراته تسمح بالدور ده، يا اختيار جماهيري. كريم عبد العزيز هل فنيا هو كان احسن واحد يمثل الدور ده؟ في رأيي لا. في رأيي انا بحبه جدا وده اكتر ممثل مفضل بالنسبة لي. بس فنيا شايف ان كان ممكن حد تاني يعمل الدور احسن. لكن جماهيريا حاجة بالحجم ده وبالضخامة دي وبالمصاريف دي كلها، فيجو مثلا. فيجو فيجو ان شاء الله. لا لا لا، بالنسبة للدور ده انا بحبه طبعا جدا، بس اللي الشخصية دي لا، مش هو اللي يليق لمواصفات السن ومواصفات الشكل وحاجات تانية يعني. طب بس مثلا ياسر جلال، محمد لطفي، حاجة في السكة دي ولا سكة مين يعني؟ ممكن ياسر جلال. انا شايف ان يعني ما اعرفش ليه جالي الاحساس ده وانا بتفرج، بس شايف ان خالد صالح الله يرحمه كان الدور ده يبقى تحفة مم. عليه يعني. مم. بس زي ما بقول لك كده، الاختيار التاني اللي هم عملوه ان هو الاختيار الجماهيري، مسلسل مصروف فيه كتير قوي، ما يقدروش ياخدوا ما ريسك ينفعش ان يفشل. هم. بالظبط، اسم الله عليك، ما ينفعش يفشل، ما يقدروش ياخدوا ريسك ان هم يحطوا حد شعبيته مش عالية والناس مش بتموت فيه. ف... فهم عملوا كده وراحوا مع الاختيار الجماهيري مش مع الاختيار الفني، وجابوا كريم اه. عبد العزيز، لان اي ممثل تاني باول 8 حلقات المملين دول. لا، اي وبعدين ياسر جلال ما ينفعش بعد الدور اللي عمله من سنتين يطلع يعمل الدور ده. ماليش دعوه، انت حر، انت عايز تتكلم في المواضيع دي، انا ما بتكلمش في الحاجات دي. آه، فبقول لك اول 8 حلقات دول كانوا الى حد ما مش احسن حاجه، فيمكن لو كان ممثل تاني اللي عملهم كان يمكن ناس كتيره قوي فقدت الامل في التمثيليه وسابتها، وده كان هيبقى ضربه كبيره قوي للمسلسل وكان ممكن يفشل. فهم اختيار كريم عبد العزيز زي ما بقول لك ده تحليلي ان هو كان اختيار جماهيري مش اختيار فني. وفي ممثلين كتير قوي بيقولوا كانوا هيموتوا على الدور ده، الدور ده قعد حبه يعني. كان فتحي عبد الوهاب عايزه، كان باسم سمرة عايزه جدا، طلع قبل كده في لقاء وقال انا نفسي امنيه حياتي ان انا اعمل دور حسن الصباح يعني. بس مم. هو طبعا يعني اذا ذكرنا الاصطباح فطبعا باسم السمرة يعني. يعني بتاع اسمه الحشاشين، فاكيد باسم السمرة كان لازم يبقى البطل، دي حاجه ما فيهاش كرباك. نقاش. كرباك. يعني اكيد كان باسم السمرة لازم يعمله، بس كان مين هيقعد بقى يتفرج على 30 حلقة باسم السمرة بطل؟ محدش يعني. صعب للأسف. للأسف. محدش، فخلينا واقعيين، ففي الاخر مم. الفلوس هي اللي بتحكم يعني. مم. مم. بس ده تحليل مفصل ممل مليان هري اللي انا شفته. حاسس يعني كفاية قوي عليه كده، ده أخد نص الحلقة لوحده. طيب، يستاهل. نتكلم على حاجة خفيفة شوية. شفت بابا جه؟ شفت بابا جه، شفت اول 3 حلقات وبعدين حسيت ان انا بتفرج على اكرم حسني، هو اكرم حسني، نفس الهزار، نفس الاستظراف، نفس طب ما حلو. الإفيهات، نفس ما الصريخ، حلو. نفس الصدمة. حلو الكلام ده. حلو بس يعني والله لو كان عندي وقت كنت شفته، انا فعلا سبته علشان ما اه. عنديش وقت، عشان عيب في المسلسل. انا سبته عشان ما عنديش وقت. بس حسيت يعني ان انا مش هشوف حاجة جديدة، فقلت لا ممكن اشوفه بعدين. وحسيت ان اوكي. هو موجه للأطفال شوية، فبرضه قلت لا يعني فعلا ما عنديش وقت ان انا اشوف حاجات اكتر من اللي انا بشوفها حاليا. وشايف اللي انا بشوفه دلوقتي احسن من كل اللي انا سبته يعني. طيب انا بتفرج عليها، ما خلصتهاش برضو، بس يعني عديت 11 حلقة مثلا لحد دلوقتي. امم. لا، احنا البيت عندنا انا ومراتي بنحب اكرم حسني جدا من وقت الوصية، واحنا يعني بنتفرج له تقريبا على كل واي حاجة بيعملها، اي فيلم بينزله كده. حتى كانت رجالة البيت برضو كنت بتفرج عليها مخصوص علشانه. صحيح هي امم. قلشت فما كملتهاش يعني. بس انا بحبه، بحب هزاره، بحب طريقته. بحب برضو نسرين امين. بس كنت متوقع منها اكتر من كده، يعني هم مطلعينها في دور واحدة جد قوي امم. ودورها بسيط حاجه انا ما حاجه ما اقتنعتش بيها خالص برضه. يعني هي يطلع منها كوميدي كتير يعني، فانا مش فاهم ليه مش بيطلعوا منها كده، بس يعني كبداية يعني قلت كده، قلت دي حاجات تشد. انا والبنت اللي هي بنته كانت عملت في اه التمثيلية بتاعت صوت وصورة، كانت بنت حنان مطاوع، وبتمثل حلو، بتعرف تمثل يعني. كانت في شلبي اظن برضه، صح؟
انا ما شفتش شلبي، بس تقريبا هي اللي اظن عملته. كانت اه اسمها اه لافينيا نادر دي. ايوه بالظبط. عملت لنا كومنت على واحده من البوستات. كنت كاتب عن المسلسل، ودخلت كتبت هي لذيذه ودمها اه خفيف. السولة. انا بقول لك، انا يعني سبت المسلسل مش عيب منه، انا بس اللي ما عنديش وقت يعني. هو بص، آه، هو انت قلت حاجة صح، هو فعلا موجه للأطفال، بس إفيهاته مش يعني مش إفيهات ساذجة. يعني في حاجات بتبقى موجهة للأطفال، بيقعدوا مثلا يجيبوا بقى مثلا واحد يفسي مثلا ولا حاجة، وإيه ده أنت اللي عملت اللي معرفش إيه لا يعني هي مش حاجات ساذجة للأطفال، هي الإفيهات نفسها إفيهات هو ده بالنسبه لك هزار حلوة. الاطفال يعني؟ ما حد ما ما حد يعمل كده. اتعملت في افلام ومسلسلات كتير، اللي هي حاجات بقى اللي هي تقفل منها، او حد يخض حد ويتخض ما اعرفش ايه، فاهم؟ طب والكوميديا طالعه من اكرم حسني ولا من الناس اللي معاه بقى، اوتاكا ومصطفى غريب وكده؟ لا هو اكتر مصطفى غريب دوره الصغير جدا، هو طالع بواب العمارة، ويعني هو طلع في اول كام حلقة، وبقاله مثلا 5 6 حلقات ما بيطلعش. امم. اوتاكا يعني شايفه بيستظرف شوية، امم. بس دوره ماشي في السياق. سماء إبراهيم زي ما أنت قلت مكررة نفس دورها في موضوع عائلي. بالظبط. أه هو أكرم حسني بيعمل حق، يعني هو ماسك فورمات ثابت وبيكرره من ساعة الوصية، اللي هو نفس الثيم. وتقريبا أغلب الحاجات الكوميدي كده هو ثيم واحد، وبنقعد نعيد ونزيد فيه. هو فكرته للي ما يعرفش ان هو عمل مشروع حاجة اسمها بابا جه. بابا جه دي ان هو بيروح لناس محتاجين ابهات للايجار، بس فبقى بيقع بقى مع ناس مختلفة كل حلقتين ثلاثة مع حد مختلف عن الحد اللي قبله، وطالع منها افكار حلوة وحاجات في سكة الابوة بقى والعلاقة بالولاد وكده. فهي دي شوية اللي تحس ان هي ايه جزء اطفال، وفيه شوية حكم ومواعظ كده، بس مش بطريقة تشيزي يعني، لذيذة يعني. بس حلو، دي حاجه حلوه برضو ان هو يبقى حاجه فيها برضو هدف شويه او فيها رساله شويه يعني. ما هو ما هو فبرافو ما عليه، هو بص، والفكره جديده الصراحه، فهو برافو عليه يعني. بس انا قلت لك ومحدش عمل حاجة للأطفال. يعني انت كان مثلا دنيا هي سمير دنيا غانم سمير كانت ساعات غانم. بتعمل اه. كان ساعات بيطلع لك ناس بتعمل حاجات كده، فانت دلوقتي مفيش، والناس دي يعني ده قطاع عريض، انت ممكن اصلا عيلة كاملة يتفرجوا على مسلسل بسبب ابنهم او بنتهم اللي قاعدين معاهم، فهم لازم يجيبوا حاجة دي حقيقه. فريندلي للسن ده يعني. ذكاء هو بصراحة منهم. في اي حلقات 18 بلس في المسلسل؟ لا خالص هو خالص. اكرم حسني ساعات بيهزر بالحاجات دي يعني؟ لا يعني ما كانش في حاجة significant ركزت معاها، ولأن هو أغلب أصلا هزاره مع أطفال، ودي حاجة حلوة طب على فكرة. كويس. احنا بقينا كويس. بنعرف نطلع كوميديا من أطفال، أو نطلع تمثيل من أطفال يعني. عشان احنا بقى عندنا ما شاء الله اطفال موهوبه جدا يعني. يعني بقى عندنا بجد الناس اللي سنها صغير دي بقى في منهم كتير شاطر، مش زي الاطفال بتوع زمان دول اللي كانوا بيطلعوا يرصوا كلمتين قدام الكاميرا. دلوقتي الاطفال بتمثل بجد يعني. لا والمخرجين. كامل العدد فيه اطفال كتير تحفه يعني. دورهم والم- حلو جدا ولذاذ جدا. والمخرجين كمان بقوا عارفين ازاي يوظفوا الأطفال في السكة الصح يعني. امم. يعني بقوا بيهتموا بالموضوع ده يعني. طيب جميل. بس طب بمناسبه بما اننا في الكوميديا بقى، فنروح لصديق اكرم حسني، هشام ماجد. آه، ولا ناخد حاجة جد تاني ونفصل بالكوميدي، يبقى حلو وبعديه حادق. ماشي. طيب، عندنا حاجتين نكد. نكد 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 يعني. مم. خش انت، طيب خش من انت. اقوى حاجتين من يعني في التوب 3 بتوع رمضان الاثنين الجايين دول. طب اتفضل قول انت اللي انت شفتها. اعلى نسبة مشاهدة اللي انت لساني دلدل عشان اخليك تشوفها وانت ما فيش فايدة. اعلى نسبة مشاهدة بالنسبة لي مفاجأة يعني. يعني في ناس كتير شايفة كاتبة على الفيسبوك ان مسار اجباري دي الحصان الاسود والكلام الحلو ده. انا بالنسبة لي مش حصان اسود خالص. مسار اجباري هي طبعا حلوة جدا، بس انا متوقع انها تطلع حلوة. حصان اسود ده اه بيبقى حد فاجئك والله. لكن مسار اجباري دي نادين خان واحمد داش وعصام عمر وباهر دويدار، والناس دي كلها ناس جامده اصلا. فليه حصان اسود يعني؟ دي ناس مم. دي ناس ده فريق ياخد البطوله يعني. عشان لكن رمضان وكده يعني.
لكن اللي بالنسبه لي فعلا حصان اسود، لان انا ما كنتش يعني كان نفسي تطلع حلوه، وكان القصه شداني جدا، وده اللي خلاني ابتديها. بس كنت امم. متوقع ان بقى هتطلع مش معموله حلو، بس طلعت معموله حلوه قوي 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 يعني، على نسبه مشاهده. يعني ناس كتيره قوي ما اديتهاش فرصه بسبب الابطال، ليلى زاهر وسلمى ابو ضيف. ناس قالت اكيد برضه مش الحاجات دي هنتفرج ما عليهم تنزلش دول. في رمضان برضه يا زيزو، يعني دي لا لو لا نزلت، معلش. لا لو نزلت معلش. في اي شهر عادي هتتشاف جدا وهتسمع اه اكتر. بس زي المسلسل، زينهم، ما زينهم اولا مثلا المسلسل ده كان. كان نازل بره رمضان، اولا كان امم. نازل بره رمضان. وكان اولا هو بطولة اسماء جلال اصلا، كانت اسماء جلال مكان سلمى ابو ضيف. اوكي. بس حصل تغييرات ورافع يعني، ما قبلتش الدور بعد ما وافقت، فجابوا واحدة تانية، فالتصوير اتأجل و فنزلت في رمضان. بس مع انها في رمضان، انا بقول لك اهو وانا بتفرج على كذا حاجة، هي مع انها نازلة في رمضان هي من اقوى 3 تمثيليات في رمضان. امم. هي بس فعلا الناس ما اديتهاش فرصة، يعني غير انه اديني اتنين اسبابك طيب، وقول ممثلين. لي مين فريق العمل، عشان ده بيفرق برضو، يعني ممكن فريق العمل برضو الابطال مفاجأة، لان هم ناس مش معروفين. جداد. المؤلفة سمر طاهر. مش جداد، انا فتحت بصيت لقيتهم عملوا كام حاجة قبل كده، بس كام حاجة مش معروفين خالص يعني. مش متشاف. مؤلفة سمر طاهر، والمخرجة ياسمين احمد كمال او ياسمين احمد كامل. اوكي. آه، احنا السنه دي سواء افلام او مسلسلات، كذا مره نقول ان ده حد اول حاجه يعملها، او حد صح عمل حاجات قليله بس دي حاجه كويسه جديده. فده صح. انا حاسه بقى توجه يعني. ده خير وبركة، دي اه. محدش يكره يعني. ولو خدت بالك من الأسامي اللي احنا بنقولها، قلنا نادين خان، قلنا سمر طاهر، ياسمين أحمد كامل. مؤلفين كامل العدد، رنا أبو الريش ويسر طاهر، كل دول بنات. ففي ستات كتيرة قوي دخلوا في التأليف وفي الإخراج. والصراحة الصراحة الله ينور، يعني عاملين حاجات حلوة قوي، بالذات المسلسل شيخشيل بتاع إيه؟ شيخشيلة فم. تمام، يعني إيه بقى؟ شيخشيلة فم، ابحث عن المرأة. إيه وبعدين؟ لا بس كده خلاص، إيه شكرا، باي الحلاوة باي. دي؟ لا فاجئتني فاجئتني والله. خدت بالك من آه، الإغ دي؟ ما ينفعش نتكلم فرنش واحنا بنتكلم على اعلى نسبة مشاهدة خالص. فكنت بقول لك ايه، غير ان ابطالها مش معروفين، هم كمان عاملين بنات شعبية، وده ابعد ما يكون عنهم. فالناس يعني قالت استحالة استحالة نتفرج على الهبل ده. بس انا كانت القصة شداني، وكنت عايز اعرف عشان هي مبنية على قصة حقيقية بتاعت البنت بتاعت التيك توك اللي اتسجنت والكلام ده. فانا كنت عايز اعرف ايه اللي مودة حصل. الأحمد دي. المودة الادهم اظن. الأدم، اه. اه. ومعاها واحدة تانية، بس هما في الحقيقة الاتنين اللي اتسجنوا ما كانوش اخوات يعني. مم. بس عجبني قوي القصة، وعجبني الأحداث. عجبني رتم القصة، طريقة حكي القصة، عجبني التفاصيل، الديكور بتاع البيوت، اللبس اللي لابسينه. طريقة كلامهم يمكن كانت مضايقاني شوية، بالذات سلمى أبو ضيف في الأول كان في أفوارة، اللي هو أنا عايز أبان شعبية، عارف زي ما بيبقى أنا عايز أبان اسكندراني، فأقعد أقول أيوه 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 أيوه. ايوه، واحيو المرسي ابو العباس وكده. فبرضه كنت حاسس ان سلمى ابو ضيف بتتك قوي في حته ان انا شعبيه يا جماعه. يعني مثلا واحده عندك زي اسماء ابو اليزيد عامله شعبيه وما لا بتتكلمش لا، كده. ما تستنى، ما احنا كنا دي اللي جاية بقى، دي اللي ماشي جاية. طيب. مم. فدي كانت مضايقاني شويه، بس هي اولا شخصيتها بتتغير في المسلسل، فبتبعد شويه عن الحته الشعبي. وهي كمان اتحسنت شويه قدام. فالتمثيل هي حلو قوي. شغالة على نفسها جامد على فكرة، التمثيل حلو قوي، هي اتطورت جدا. وأنا مش وليلى عارف زاهر ليه. كمان دورها حلو قوي الصراحه. انا مش عارف ليه الناس بيحطوا ناس في دماغهم قوي كده ما يعني. زي ما قلت لك معرفش، زي ما قلت لك في بقى الاول، في الفيرست حكم الفيرست امبريشن قاسي. عندنا بيفرق لا قوي. يعني انا ممكن ما اتفرجش، انا ممكن فعلا ما اتفرجش عشان ماليش في كده. بس بقى مش هقعد اشتم واشير بوستات ولا وده دي ما اعرفش ايه ودمها تقيل وي وي وي. يعني بالراحه شويه يا جماعه، بالراحه شويه. يعني يعني احنا زي ما بقول عندنا، لك، هو عشان الفيرست امبريشن، عشان سلمى ابو ضيف لما طلعت كانت وحشه، فخلاص ده اللي لزق فيها للاسف. هي مهما احنا اتطورت عندنا ناس كتير قوي ابتدوا بدايات ضعيفه ودلوقتي بقوا فطاحل يعني. يعني انت محتاج بقى سنين، محتاج سنين بقى عشان تغير رايك فيهم. اه، وحتة برضو ولاد الممثلين دي، وبقوا ارجعوا اسمعوا الحلقة وحتة كده دعاية مستترة كده في النص بس يعني. انت مثلا شيمليس عندك، بروموشن. ايوه. انت عندك دنيا سمير غانم واحمد فيشاوي، اول لما طلعوا كانوا يعني كان تمثيلهم ساذج يعني، وكانوا يعني حاجة يعني.
دلوقتي امم اتفرج عليهم لا يعني مرعبين يعني في التمثيل يعني هو اكيد مش كل الناس بتطلع جامده. عندك ريان عبد الغفور لما ابتدت شابينام في قعدت صمت، 15 كانت سنة صعبه مثلا قوي، بتاع. كانت اه. صعبه قوي يعني. مم. بس ما هي الفكره ان على ما تغير نظرتك للناس لازم تعمل حاجه واثنين وثلاثه وعشرة حلوين علشان الناس تبتدي تشوفك، مش من اول حاجه حلوه. سلمى ابو مم. ضيف صراحه بقى لها حبه بتتطور. انا اول مره احس انها بقت كويسه كان في زينهم. في زينهم حسيت فعلا لا ايه ده، في تمثيل الى حد ما. انا عجبني دورها في زين. انا ما شفتش بين السطور بس الناس بتقول انها كويسه. ودلوقتي في اعلى نسبه مشاهده كويسه الصراحه يعني. مم. ممكن يبقى الراي ده عكس كل التيار والناس تقول ايه اللي انت بتقوله ده، انت ما بتفهمش، بس دي الحقيقه في رايي انا عجباني. مم. والمسلسل حلو قوي قوي، من احلى ثلاث تمثيليات انا شايف كده. الريتم وزي ما بقول لك التفاصيل واللبس وانتصار محمد محمود اللي هم الاب والام، دول رهاب، انت انتصار رهيبه صار في رهيبه. دور الام يعني، فاكر دورها في ذات مثلا. كانت انتصار رهيبه، لا لا انتصار عامله كانت دور تحفه. ام يعني. عامله دور تحفه. ومحمد محمود هو معروف بالكوميدي اللي هو ميمس في امير البحار، ما آه. ملوش قوي في التراجيدي، بس عامل دور تراجيدي دور مؤثر جدا جدا يعني. راجل يصعب عليك بيمثل جدا. فعلا ولا عشان هو كوميديان وطالع لا لا ده لا بيكش؟ ما ايوه لا ده بجد بيمثل، مش مجرد واحد اصله عشان عمل تراجيدي بنقول ان هو حلو. لا ده مم. بيمثل. مم. بيمثل حلو وليه مشاهد حلوه وليه انفعالات حلوه وعاجبني جدا. والواحد برضو بعد ما بقى اب يعني شويه يمكن التمثيليه حازه في نفسيتي ازيد من العادي يعني. الله علشان عليك. البنات صعبانين عليا والاب صعبان عليا. فيعني بغض النظر إن التمثيليه حلوه، هي بتناقش قضيه مهمه جدا ومنتشره جدا اليومين دول، فتستاهل انها تتشاف الصراحه. ماشي، اشوفها بعد رمضان. يعني هم باذلين مجهود جامد غير ان الموضوع مهم، فحلوه يعني. طيب. أه هديك انا المايك بقى بقى وقول لي انت بقى اه صلة رحم. صلة رحم بالنسبة لي اقوى يعني. عارف هو كل سنة كده ما انا بقول مثلا رمضان السنة اللي فاتت كان تحت الوصاية، رمضان السنة اللي قبلها كان لعبة نيوتن. مم. آه، كل لا اللي سنة كده قبلها مش بيبقى لعبه نيوتن. منى زكي ما عملتش سنتين ورا بعض. منى زكي وقفت في النص سنه، تحت الوصاية يعني سنه. اقصد بعدين اقصد ان انت كل سنة انا سنه بعلم في رمضان. انا بعلم رمضان بمسلسل معين. بالسنة اللي نزل فيها ايوه التمثيلية ايوه. دي، من كتر ما هي بتبقى حاجة تقيلة تقيلة جدا يعني. امم وطبعا هتشتمني بس انا بحب الحاجات اللي بيعملها اياد نصار. انا مش بحبه قوي بس يعني انت بتحبه انا عارف. مش بحبه هو كشخص، بس يعني الراجل ده ما اختارش دور وحش. افتح كده امم السينما دوت كوم، اكتب اياد نصار، شوفوا من اول الجماعة لحد دلوقتي مفيش حاجة عملها يعني. ممكن مثلا تلاقي في كاريره كله حاجتين ثلاثة مثلا هما اللي يبقوا قالشين شوية، وهتلاقي برضو فيهم فكرة فيهم حركة كده. فاهم. بيختار مواضيع حلوة بجد يعني. بيختار مخرجين تقال، بيختار نرجع بقى، نرجع قصص لاول جديدة. حلقه عملناها في البودكاست خالص. اه. الشطاره عجب ولا الموهبه؟ عجبتك انت. اه نرجع بقى للحلقه دي يا جماعه ونشوف الفرق ما بين الشاطر اللي بينقي وما بين الموهوب. برضه اه وانا كنت تيم الشاطر. اسمحوا لي بقى يعني اسمحوا انا لي احطها في نص الكلام يعني كده. اتفضل يا محمد. اه بس هو الصوت في الحلقة كان بشع شوية، كنا لسه كنا ما بيجنرز جبناش مايك. شوية. اه اه بس يعني فانا بقول لك فهو مختار فكره صايعه. انا اصلا معلوماتي يعني برضو اعذروني، انا جاهل يا جماعه في مواضيع الطب والبيولوجي والكلام ده كله. بالعافيه اعرف عن الاي في اف او الحقن المجهري او اطفال الانابيب او كده. فان انا مش بس بقى ابتدي كده ويبقى شو عندي شويه اسئله، لا ان كمان بقى في حاجه اسمها تأجير أرحام وحاجات زي كده. لا لا ده كانت الموضوع أول كبير مرة بقى. تسمع عن الموضوع ده ولا كنت تسمع عنه؟ تأجير الأرحام لا، أول مرة. اه أنا معرفش إن حاجة زي كده أصلا تنفع يعني. والله. ده أصل كيم كارداشيان آخر طفل مخلفاه كده. يعني كان والله في واحدة أنا. تانية هي اللي حامل لمدة 9 شهور اللي هو السيروجسي دوت. وبعدين لما اتولد كيم كارداشيان كان ابنها يعني كان البويضات بتاعتها. أنا ده بالنسبة لي كان حاجة غريبة جدا.
امم. إيه، يعني من كام حلقة كده، مش عايز احرق الاحداث يعني، بس كانوا بيتكلموا على عدة الخلع. دي اه. حاجة كومن بتحصل. بس ايه ده، عارف انت، هو بيفتح لك حاجات. انا بطلع جوجل واقعد اسيرش في الحتت دي وفي الحاجات دي، ومتناول الموضوع من اسبكتس كتير جدا، دينيا واخلاقيا، وازاي ان انت لما تتحط في اختبار قدام الحاجة اللي انت عايزها، واخلاقياتك هتتغير ازاي، وهتبتدي تبرر الغلط ازاي، وهتروح لحد ما هتدمن الغلط ده، ولحد ما هيبقى طبيعي جدا بالنسبة لك. بالعكس، هتبقى بتدافع عنه وشايف ان هو رسالة. لا امم. لا لا، التمثيلية فيها كلام فيها معضلات جميل. كتير قوي فعلا، وفيها حته اللي هو زي ما انت قلت اللي هو حته يعني بيتكلموا بيتكلموا في الاساسيات، في المعتقدات، بيتكلموا في حاجات اساسيه قوي وحاجات اخلاقيه قوي، وبيناقشوها من زوايا كتير زي ما انت قلت. ففعلا هي وجاب مختلفه، هي مختلفه عن اي مسلسل تاني. وجاب في حلقة قاعد بيتكلم وبيسأل الشيخ، وجابوا الموضوع تحس فعلا ان انت فاتح برنامج ديني وبتسمع سؤال من البرامج اللي اه. بتطلع اللي كلنا عارفينها. امم. وبيقول له، وبعد ما بيقول له بس يا عم الشيخ كذا كذا كذا، لان هو مش مقتنع او هو عايز يقنع نفسه بحاجة. وده احنا كلنا كده عادة دراميا يعني. الناس بتستسهل ومش بيحب يخشوا في الجدل، فبيجيب لك ان هو بيروح يسأل شيخ، فالشيخ يجاوبه، كتر خيرك ريحتني يا عم الشيخ وخلاص، وانتهى الموضوع على كده. انما امم. لا، يعني ده فضل يجادل ويقاوح ويعمل، وقال له في الاخر انا مش مقتنع باللي انت بتقوله. و... وقعدوا يستشهدوا بحاجات قديمة زي زراعة الأعضاء، وإن ده كانت حاجة حرام زمان. لا لا لا، يعني الموضوع كبير. انا لحد دلوقتي طبعا ما اعرفش، يعني ما تفقهتش في الدين عشان اعرف حاجة زي كده. بس هو وصلني لمرحلة اللي هو طب ما ممكن يكون عندهم حق. عارف انت لما اه. يبقى في اه. حاجة بالنسبة لك كانت ثوابت، اللي هو لا 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 ازاي، استغفر ايوه الله ايوه العظيم كده. ايوه. فهو يعرضها لك بطريقة، وانا مش حاسه. يعني الله اعلم طبعا بالنوايا، بس في ناس تقول لك ده السم في العسل، وده احنا بالظبط عايزين كده، بقى في ناس كتير بتقول كده. نبوظ اللي معرفش ايه. بغض بالظبط. النظر، انا بتكلم على عمل فني درامي، ان انا بعرض لك الفكره دي. لو انا حكيتها لك كده بقيقي انت هتقول عليها لا، بس انا بعرضها لك بطريقه لما انت هتشوفها انت هتتعاطف. فده مم. بالنسبه لي قمه النجاح، قمه النجاح يعني. هي يعني انا مش مفيش حاجه اضيفها على اللي انت قلته، انت قلت كل حاجه. فعلا تمثيليه حلوه جدا، من الناحيه الفنيه والاخراج والتصوير والتمثيل والاداء وكل ده. وحلوه قوي كمان من ناحيه الفكره نفسها زي ما انت قلت، الحاجه اللي بيناقشوها ازاي بيناقشوها، ازاي جاب لك زوايا مختلفه، جابها لك من ناحيه الطب، جابها لك من ناحيه الدين، جابها لك من كل النواحي. فهي تمثيليه حلوه قوي ومهمه. آه، هتعمل وفيها جدل احداث قانوني كتير وفقهي على فكره ودراميا، لو فيها احداث لو كتير، يعني انت بتبقى بتتفرج ما بتزهقش في ولا حلقه، ورتمها ما بيقعش خالص. فالتمثيليه حلوه جدا، مش مجرد تمثيليه بتناقش قضيه مهمه بس بطريقه ممله، فاهم؟ انا طيب ضحكني الممثلين بص. بقى، تعالى نتكلم بقى. يعني مش ايه؟ هينفع. الممثلين بقول لك، يعني احنا لا كنا بس عايز اقول حاجه، لسه. نزل بوست عليها معلش وضحكت قوي من كامل للناس ان داخله تقول لي انت بتروج ليها وانت حرام وانت هتاخد ذنب وبتاع. انتوا ايه يا جماعه؟ انتوا يعني اولا انتوا ما اتفرجتوش عليها. يعني التمثيليه مطلعين فيها رأي الدين، وجايبين بيتكلموا مع واحد ديني والراجل قال بكل وضوح ان ده حرام وبتاع. فبروج لايه وبعمل ايه؟ انا مش فاهم. الناس اللي دخلت هاجمتني من غير ما يشوفوا التمثيليه بتقول ايه اصلا. انا داخل اقول للناس اجروا ارحمكم يا جدعان. هو ايه الهبل عن- ده؟ نفس الكلام اتقال على لعبة نيوتن وقت ما نزلت. هي احنا عامة أي حاجة خارجة عن المألوف بتتقال أو بتتعرض بيحصل عليها نفس الجدل ده يعني. خليك استمر يا زيزو يعني. شكرا، هستمر. بقى عايز تتكلم على مين؟ اسماء بقى، اسماء. انا ابو اليزيد، هدي لك صديقتنا، انت، هدي اللي لك اللي انت عملت المايك بقى. اللي عملت لنا كومنت وعملت لنا شير. اسمها اه ما ردت علينا وعملت شير للبوست اللي احنا كاتبينه عنها. هي الصراحة أداءها خرافي، أنا ببقى بتفرج مش مصدق يعني. يعني ببقى إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ بجد بتطلع على الشاشة
لو في اي حد طالع معاه على الشاشه انا ما بشوفوش يعني. ما باخدش بالي منه، بتاكله. اه وعامله دور البنت الشعبيه بطريقه طبيعيه جدا يعني. لو حد حلف لي ان هي مش كده في الحقيقه مش هصدق، والله مش معقول. مش بتقعد بقى تقول يا اختي وما اعرفش لا ايه لا وبتاع خالص خالص بقى خالص يعني. انا هي كنت فاهم يعني، دي انا بتسرع شايف الكلام ان في حتت وبتبطئ الكلام في حتت وبتتك على حروف في حتت بطريقة بالظبط بالظبط زي بالظبط ما طريقة بنسمعها. الإلقاء والألفاظ وطريقة الكلام والنظرات والبادي لانجوج. يعني أنا شايف إن هي بقى أسماء أبو اليزيد دي لو كانت عملت في تمثيلية أعلى نسبة مشاهدة، يعني أنا شوف أنا عمال بشكر فيها قد إيه، وبقول لك إن أداء الأبطال مش أحسن حاجة. تخيل بقى لو كان أبطالها كمان حلوين، كانت هتبقى اه أحلى تمثيلية في السنة دي بلا منازع يعني. امم فأنا شايف إن كان الدور يليق عليها قوي بتاع أعلى نسبة مشاهدة ده. بس هي برضو عاملة دور رهيب رهيب يعني. أسماء أبو اليزيد مقنعة في أي دور بتعمله. مشاعر رهيبة، خوف تلاقي، حب وبتصعب عليك تلاقي، جدا. صداقة تلاقي، شراسة تلاقي. ايه ده عملت كل حاجة يعني في الدور يعني. رهيبة الصراحة يعني. احنا ما عندناش ناس زيها كتير يعني خالص. اه لا، وانا مبسوط ان هي ريسنتلي بقت بتاخد وضعها، يعني هي بقت بتطلع في حاجات كتيرة. واللذيذ برضو ان هي مش تخصص تراجيدي ونكد وكده وبس، لا يعني امم اتفرج لا عليها بتعمل مثلا في كوميدي. الكويسين. امم الكويسين يعني بجد الدور بتاعها برضو كان مضحك جدا، وادوار تانية يعني بس مش وفي فاكر هوجن. قوي. اه هوجن عاملة كوميدي في اه الأنسة صح. فرح. الأنسة فرح 5 أجزاء بطولتها عاملة كوميدي وشالت المسلسل. فلا هي تقدر تشيل وتقدر تعمل بطولة وتقدر تعمل جد وتقدر تعمل كوميدي وتقدر تعمل بنت شعبية وتقدر تعمل بنت كلاس. تقدر تعمل كل حاجة، وفي كل حاجة والموهبة والموهبة هتفرض نفسها، كل الموهبة حاجة القوية مقنعة هتفرض بنت نفسها لذينة. يعني. بس دي طيب بالنسبة لي. دي بقية بالنسبة لي الممثلين أكتر. بقى. اه قول. لا كنت هقول لك ان بقية الممثلين بصراحة بالنسبة لي كلهم كانوا مبهرين، من اصغر دور لاكبر دور. يعني سواء بقى الممرضة، سواء عشيقته، سواء اخوها الشيخ عماد بتاع الاختيار بتاع العربية الفيرنا. زياد س... ابو عين اه ملونه. يسر اللوزي، مم. ايه ده؟ ايه اول كنت مره. فين؟ اول مره كنت اشوفها فين؟ بتمثل. الحمد لله على اول مره السلامة. اشوفها بتمثل. فاهم؟ مين تاني؟ محمد جمعة. لا واللي لا معلش فرج دوت، ولا اسمه اه فرج. اه شاكر وفرج، فرج. شاكر شاكر وفرج وفرج الاثنين الاتنين. جامدين قوي. وميرفت اللي هي سهام جلال بتاعت الكوافير. الست. فعلا فعلا. التمثيليه الصراحه، التمثيليه دي على فكره واعلى نسبه مشاهده. يعني التمثيليتين الوحيدين اللي اقدر اقول ان فيهم اتليست 8 او 9 بيمثلوا حلو. اه بقيه التمثيليات في الابطال بيمثلوا حلو، مثلا في 3 ادوار حلوين او 2 مثلا بس. حتى المحامية اللي هي بنت سيد حجاب اللي طلعت في حلقة رهيبه ولا رهيبه حلقتين ومقنعه قوي بتمثل. وشكلها محاميه فشخ. اه يعني يعني فعلا هي التمثيليه دي واعلى نسبه مشاهده بالنسبه لي. التمثيليتين الوحيدين اللي فيه بتاع 9 او 10 عاملين دورهم حلو. برضو اعلى نسبة مشاهدة كلهم حلوين. بس دي بالذات صلة رحم بالذات كلهم حلوين. وكلهم غراب يعني، اختيارات ما تجيش في مخك. مش عارف هما ازاي فكروا فيهم. بس لما جابوهم فعلا وشافوهم في الدور ده لايقين جدا في كل الادوار. كل الكاستنج حلو قوي الصراحة. يعني لو هتكلم بقى على سلبيات التمثيلية، برغم ان هي بالنسبة لي نمبر 1 يعني، بس كان فيها صدف كتير قوي. وده بالنسبة لي ضعف شوية في السيناريو، يعني ان انت كل شوية تجيب لي حد كان معدي فسمع حاجة او شاف حاجة او عرف حاجة بالصدفة. الصدف الكتير دي عموما فصيلة يعني. معرفش انت تتفق معايا ولا تختلف ولا ايه، بس يمكن حصلت كام مرة فعلا. كان مثلا حد معدي في حصلت الحارة كتير. فشاف حصلت حاجة او كتير. بتاع. اه اه يعني. يعني هي قايمة على الصدف يعني. في العادي دي اكيد مش حاجه حلوه يعني، ان يبقى محرك الاحداث عباره عن صدفه. تحس ان المؤلف مش عارف يخلق موقف، او مش عارف يفكر في طريقه واقعيه اكتر من كده. صراحه عامل صدفه مفيش اسهل من كده يعني. بس بالنسبه لي مش حاجه يعني بوظت لي التجربه يعني. لا مش لدرجة بوظت، بس يعني انت عارف ان احنا لازم نهري ونطلع، اه نطلع اي يعني اكيد مشكلة كانت تبقى احسن. وخلاص. اكيد كانت نعمل تبقى فيها احسن خبرة. لو صدف اقل يعني. بالظبط اه بس يعني ممكن برضو كان حاجة شوية
كانت مراتي مثلا بتقول لي مش منطقي ان يسرا اللوزي تتحول التحول السريع ده. بس انا شايف ان لا، ممكن يعني ممكن في حاجة اسمها ريباوند لما حد بيبقى لسه خارج من بتاخده. علاقة. اه. اه. يعني برضو كانت حاجة غريبة، يعني ترانزيشن سريع في شخصيتها، بس يعني مفهوم يعني انا بالنسبة انا لي عاجبني مفهوم شوية يعني. عاجبني ان جايبين يسرا اللوزي، جايبين باباها عينيه ملونه واخوها عينيه ملونه. لا، عشان وانا الناس. عاجبني ان اياد نصار اتضرب في اول حلقتين وعمل حادثة، ولحد الحلقة اللي قبل الاخيرة لسه علامات ايوه الخياطة موجودة في وشه. صح. ولما حصل فاست فورورد 6 شهور، كان واخد بوكس، البوكس آثاره راحت بس الخياطة لسه موجودة. لا يعني ايوه في اهتمام في التفاصيل دي بشكل حلو يعني. صح صح. طيب، مسلسل حلو. نختم مسلسل بقى، حلو. نختم لايت. اه بقى كفايه نكد. مم. اتفضل يا بيه. اشغال شقه بقى. مم. انا بقى مستغرب قوي ان انت شفت اول حلقه وقلت لي ما شدتنيش، لان اول حلقه دي بالنسبه لي كانت ضحك جدا يعني، قوي يعني فانا مش عارف ازاي ما عجبتكش الصراحه. يعني انت فضلت ان انت تكمل اكرم حسني على انك تكمل اشغال شقه. بص هقول لك على حاجة، أنا بحب الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي. بالنسبة لي هشام ماجد مش عايز اقول اضعفهم، بس كوميديته مش نابعة مني، نابعة من هو ريفليكشن. هو بيتريق على حد، هو بيسف على حد، هو بيتصدم من غباء حد. حتى مثلا في الرجل العناب، شخصية بيرم، كان مش هو الكوميديا مش طالعة من بيرم، الكوميديا مم. طالعة من غيظ بيرم، من صريح الفيل، او من مم. اسمه ايه، عصفور الجنينة فاهم. اه إيه، ف ف ف فانا حاطط هشام ماجد في الحتة دي. لما خرج وابتدى يعمل حاجات لوحده ماشي، عملت مع دنيا سمير غانم، دنيا سمير غانم تقدر تشيلك. وبرضه كان برضه معتمد على كوميديا رد الفعل ده. انما انا بالنسبه لي اسماء جلال كويسه، والسنه اللي فاتت عملت الهرشه السابعه، كان دور الناس اشادت بيه، بس يعني ما ما هي مش فاهم. هي اللي عامله الكوميديا يعني. انا اولا عكسك، انا بحب الكوميديا بتاعت هشام ماجد، انا بحب الكوميديا اللي من غير هزار. هشام ماجد بيضحك وهو جد جدا، فانا بحب الموضوع ده على عكس اكرم حسني اللي بيهزر وبيقول افيهات. فانا الحته دي فرق ما بيننا بس. لكن السنه دي الصراحه مفاجاه رهيبه من احلى مفاجات رمضان، هو مصطفى غريب اللي طالع مع هشام اه، ماجد اللي هو العترة في الكبير. ده عامل كوميديا رهيبة، هو اللي شايل الكوميديا بتاعت على المسلسل يعني. فكره في ناس ما كانتش حابه دور العترة، بس انا لا، انا بيضحكني الغباء انا بتاعه بالنسبة لي ده كان بيضحك. عادي نص نص، لكن لما شفته بقى مع هشام ماجد السنة دي، لا الولد ده جامد قوي، الولد ده اه. ضحكني جدا يعني انبسطت منه قوي وحسيته. لو ركز بالنسبه كده لي وختار بالنسبه ادوار لي حلو هيبقى اوبشن. كوميدي. هو انا بالنسبه لي بصراحه اوبشن احلى من سعدون او احمد فتحي يعني. اه اه. لو هو بيريبليكيت شويه الموضوع ده زي في اللعبه كده. هو اللي ماشي جنبه، وهو اللي فيه سنة غباء وكده، وده اللي لاحظته تقريبا من الحلقة الأولى. اه اه. بس هو لا، أخف كتير من أحمد فتحي. أحمد فتحي تقيل سنة يعني، انا وبيستظرف انا وبيأفور بحب احمد وبيتك فتحي. على الإفيه يعني. انا بحب احمد فتحي الصراحه، بس الولد ده عمل الدور ده حلو قوي. وانا شايفه يعني المسلسل في النص يمكن مستواه وقع شويه، هو فكره ان هو كل حلقتين بيجيب واحده تساعدهم في البيت وعمالين بيدوروا على واحده تساعدهم عشان هم خلفوا توأم ومش قادرين يعني يعملوا كل حاجه لوحدهم. شبه قوي فكره اكرم حسني، الفرق ان دوت كل حلقتين بيروح لعيله، بس هم ده هنا كل حلقتين بيجيبوا حد بيجي لهم يساعدهم. سيرفنت. فنفس الفكرة ان يبقى الموضوع ايه، رتم سريع، كل حلقتين بنغير القصة وكل حلقتين بنخلق مواقف مختلفة عن اللي فاتت. فدي حلوة يعني، عجبني الفكرة دي، مش جديدة بس حلوة. في طبعا من الناس اللي جم والفورمات، ساعدوهم. فورمات الكوميدي اه بقاله فترة يعني. كانت بقى الحلقات مستواها بيختلف على حسب الناس اللي جاية تساعدهم دول، هل هيشيلوا معاهم الكوميديا ويطلعوا معاهم مواقف كوميدية ولا لا.
امم ابتدوا بانتصار كانت ضحك فشخ. انا شايف ان كان يعني بدايه موفقه، هو والبدايه دي شدت الناس جدا. وهم الميم بتاع كمان السنة يعني. اه بالظبط، وهم كمان نزلوا حلقتين قبل رمضان ما يبدا يعني. يوم الوقفه اللي هو تاني يوم 1 رمضان كان في حلقتين اوريدي نزلوا، فشدوا الناس. انا اتشديت يعني عرفوا يخلوني اكملها. فدي كانت حلوه قوي. حركة رخيصة. حركه رخيصه جابت نتيجه وخلاص. جابت نتيجة الصراحة. اللي كانت عجبتني قوي برضو انعام سالوسة، كانت مضحكه جدا. أنا بموت فيها، آه، أنا كانت بعشقها الست حلقات دي. حلقات انعام سالوسة كانت حلوه قوي برضو. والله كان يعني في من مين أيام تاني؟ ليالي الحلمية لحد دلوقتي يعني ما بتجليش إنعام سالوسة. دول بالنسبه لي كانوا اعلى حلقتين في الكوميديا. جابوا واحده لبنانيه كده كانت قشطه، نص نص، نوع كوميديا مختلف، اللي هو واحده حلوه قوي وبنقعد نريل عليها وبتاع. ايه تاني؟ رحمه احمد. انا شفت اول حلقه ولسه ما كملتش، بس مش مضايقاني، بالنسبه لي الناس احسن من برضو انجي ظلمها وجدان. قوي 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 ناس يعني. فشخاها يعني يعني انا وانا ممكن نزلت اتفاهم بوست برضو ان برضو انت ما الناس. تحبهاش، بس ليه يا جماعة؟ ليه الافوره في الكلام ده؟ يعني انا في فعلا ممثلين ما بحبهمش، وبقول برأيي بصراحة ان انا ما بحبهمش، بس مش لا وما تطلعش تاني ايه في ايه يا جماعة؟ ايه مم. التشنجات دي؟ اهدوا وبعدين هي شوية. اي حاجه بتعملها ما هو مطلوب منها تعمل كده يعني يعني هو لو المخرج مش عاجبه اللي هي بتعملها، ما هو ما هيقول لها عيدي يعني، هو بيسيبها تطلع كده، فهو عاجبه اللي هي بتعملها. فهي الشخصية مكتوبة كده. انا شايفها لما عملت شخصية تانية اللي هي في اشغال شقة احسن بكتير من كبير قوي بالنسبة لي يعني. كانت اظرف بكتير وضحكتني يعني. في بقى حلقة انجي وجدان كانت بالنسبة لي مش احلى حاجة. نهى عابدين كانت نص نص. مايكا الساب لسه ما شفتهاش، اللي هي اخر حلقتين في المسلسل. بس اوفر اول المسلسل عجبني، وشايف فيه مواقف حلوة، وشايف فيه ضحك حلو. مصطفى غريب مفاجأة اكتشاف نفس يعني. ليفل ايه طيب؟ لا هي بصراحة بالنسبة لي هي أحلى تمثيلية كوميدي آخر 3 4 رمضانات يعني. اوكي. اوكي. طب يعني ايه يعني، ايه أحلى اخر ايه أحلى اخر حاجة حلوة بالمستوى ده كنت شفتها؟ والله لازم بقى، مش فاكر الصراحة، لازم أقعد أفتكر كل امم الكوميدي اللي فات. لأن إحنا بقالنا كتير قوي الكوميدي مش حلو بس. بنقلش. الكوميدي مش حلو بقالنا كتير قوي، بس في بيبقى أحسن الوحشين. دي امم بالنسبة لي لا، هي مش أحسن الوحشين، دي بالنسبة لي هي حلوة. حلوة اه. حلوه، مم. فاهم يعني؟ انا مش جابر نفسي. يعني دي لو نزلت السنه اللي فاتت او اللي قبليها او اللي قبليها اظن كانت هتبقى احسن تمثيليه كوميدي برضو. اوكي. فانا شايف ان احسن اوكي. تمثيليه كوميدي السنه دي، لسه ما شفناش النص التاني بس. سو فار اتمنى بتاعت شيكو وكريم محمود عبد العزيز تبقى حلوه، وانا متحمس لها جدا ومنتظرها جدا، واعتقد هتبقى حلوه. ما انا جاي آه، لك. جاي اتمنى لك تبقى حلوه. في حاجات النص التاني. اه بس دي عجبتني قوي. كان بس انا كتبت بوست برضو، كنت شايف ان كنت احب اكتر يبقى في مواقف ما بين الحموات، ما بين الامتين. اظن دي كانت حاجه ممكن يطلع منها كوميديا كتير عشان هم مختلفين تماما عن بعض. انا دي ما بحب شيرين حصلتش. قوي على فكرة. دي ما حصلتش. كنت اتمنى يستغلوا حاجه زي دي. طلع الولد اللي هو طالع برضو في الحشاشين، اللي هو كان طالع السنه اللي فاتت في الف حمد لله على السلامه، اسمه احمد عبد الوهاب. كان طالع في البيت بيتي برضو. واحد يعني لسه بادئ قريب، بس هو اصلا بيألف. عمل دور لذيذ. طلع منه شويه كوميديا، اللي هو طالع في دور الانفلونسر اللي بيحاول يجيب لها فولورز، هو اللي قال لها ترقص، وهو اللي قال هشام جمال يعمل كده وبتاع. ده طالع منه حاجات حلوه. مديرهم في الشغل اللي هو الراجل اللي هو بتاع النصاب بتاع ب 100 وش، الراجل الكبير في السن محمد اللي عبد كان العظيم. شرير. ايوه اللي كان مم. شرير السنه اللي فاتت في تحت الوصايه، مش عايزها تبيع السمك وبتاع. ده برضه طلع منه كوميديا حلوه قوي. في كام مشهد كانوا ضحك صريخ ضحك الصراحه، بالنسبه لي كنت بضحك بصوت عالي قوي يعني. مم. مشهد في المحكمه، مشهد الكبده، مشهد لما الراجل دوت راح يشوف القضيه بتاعت الكاوتش وعملوا فيه اللي عملوه يعني، من غير حرق. بس كانت حلوه قوي يعني. في كذا مشهد شوف انا دلوقتي فاكرهم، ضحكوني، فان هم علموا معايا بعد 5 6 ايام لسه فاكرهم. دي حاجه حلوه يعني. هتعيش يعني. انا شايف يعني دي واحده من التمثيليات اللي هو بعد كده لما ابقى زهقان ومش لاقي حاجه اشوفها، انا ممكن افتح اشغل اشغال شقه. زي ما بعمل في الوصيه، وزي ما بعمل في نيلي وشريهان وكده. مش بقول ان هي في نفس مستواهم، لا التانيين فيهم ضحك اكتر، والتانيين 30 حلقه برضو، ففي مساحه اكبر للضحك.
بس دول لما بقى قاعد زهقان ممكن افتح اشوفهم واقعد اضحك. لا خلاص هتفرج آه، عليه، اتفرج عليه بس واحكم بنفسي. بالظبط بالظبط، اديها فرصة يعني لو ما اديتهاش فرصة. دي فرصة انا في واشتري الاول بقى. خالص لما ابتديتها هي وابتديت اكرم حسني، حسيت ان لا، لو هشوف واحدة بس كوميدي هتبقى دي يعني. مم. مم. طيب بس في ايه نازل في النص التاني؟ احنا كده اتكلمنا على كل اللي بنشوفه، ها. في حاجات طبعا تانية بتتشاف كتير ومشهورة، بس احنا عن نفسنا ما بنشوفهاش، زي مثلا نعمل افوكاتو، احمد العوضي بقى، مصطفى شعبان بقى، غادة عبد الرازق، الشباب دي كلها احنا ما بنشوفهاش. آه، بيملوا بيهم ساعات في القنوات. روجينا، كل الشباب الحلوة دي يعني، احنا ما جالناش الشرف ان احنا نشوفهم. آه، المداح، قريبك المداح قريبك احنا قريبك عمال آه، كل شويه يقول لي اتكلموا على المداح، اتكلموا على ما المداح. بنشوفهاش يا جماعة والله، احنا اسفين وعارفين ان ليها جمهور كبير قوي، بس لا انا ولا عبد بيحبوا هذا النوع من المسلسلات، الحاجات الرعب والجن والحاجات دي ملناش فيها قوي. فمن اول جزء ما شفناهاش وما كناش متخيلين انها توصل لاربعة يعني، لو كنا نعرف كده كنا شفناها عشان نتكلم عليها. بس دلوقتي تو ليت ان احنا نبدأها وهي في الجزء الرابع، فخلاص بقى اللي حصل حصل يعني. بس فخلينا نتكلم هل على الجزء الثاني، هل في حاجه النص الثاني. هل في حاجه حلوه من اللي اتعرضوا وخلصوا حاسس ان انت يا ريتني كنت شفتها، ولا لا انت حاسس ان انت نقيت لو كان عندي وقت كنت هكمل اكرم حسني، انا بحب الكوميدي عامه. كنت عايز اعدي على نعمة الافوكاتو اشوف ايه اللي بيحصل، لان انا على النت بشوف حاجات تضحك قوي يعني، كانت هتطلع لي كونتنت كتير قوي في الفيسبوك بيج يعني، فكنت احب اشوفها. العتاولة شعبي وبتاع، بس بيقولوا فيها احداث، وفيها الواد اللي اسمه مصطفى ابو سريع ده، معرفش بيضحك ولا لا، بس في ناس قالوا ان هو مضحك قوي، وفي ناس قالوا ان هم دمه تقيل قوي ومش قادرين يستحملوه، زي الواد بتاع افلام ده طلع في اليوتيوب، كان عامل ريفيو على العتاولة وبيقول ان هو مش فاهم ازاي الناس بتضحك من الهبل ده. بس هو الصراحة الواد مكسر الفيسبوك يعني، وفي ناس كتير قوي العفش بتاعي بيضحكها. اهو، العفش بتاعي بالظبط، اهو، هو المال الواد ده الحلال اهو. انا الواد ده ضحكني في كام دور عملهم قبل كده الصراحه، مش هقول ان هو دمه تقيل يعني. انا حضرت بس له مسرحيه ولا هو جامد بصراحه. بس انا ما شفتش العتاوله عشان احكم، بس كان ممكن اديها فرصه، بالذات انها في اسكندريه يعني، وانا بحب باسم سمره. كان ممكن اديها فرصه لو في وقت، غير كده ما اظنش كنت هشوف اي حاجه تانية يعني. مم. طيب ايه نازل في النص حاسس ان التاني؟ السنه دي كل اللي شفته كان حلو يعني، دي حاجه مش بتحصل دايما، اوقات بختار حاجات بيطلع منها حاجات وحشه. بس حاسس السنه دي كل اللي ابتديته حلو يعني. يعني بص هنتكلم في النص التاني، بس يعني هو المستوى السنة دي بالنسبة لي قليل شوية، بس يعني خليها بقى للحلقة التانية إن شاء اوفر اول الله. يعني. ووعدنا وانت على الهوا اهو. وانكل خالد معلش هنستعير منك زيزو بس ساعتين حاضر، ثلاثة عينيا عشان نعمل حاضر. حلقة تانية. يا عم انا تحت امرك وتحت امر وتحت أمر البودكاست. المشاهدين. مستمعين بقى، على الله يسمعوا بس بعد الرغي ده كله يعني. لا 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 هيسمعوا إن شاء الله. المهم النص التاني اكيد متحمس لشيكو وكريم محمود عبد العزيز، ده انا هو بحبه إيه من اللي غير. نزل؟ أنا مش عارف إيه اللي نزل هو يعني. شيكو وكريم محمود عبد العزيز، دي نازله. الصراحه بكل ماشي صراحه انا لما حلوة دي. شفت اعلانها ما شدنيش واتفصلت جدا، بس انا هديها فرصه عشان كوميدي وعلشان انا بحب الاتنين دول. آه، مستوحين حتة من تمثيلية دارك، وجو ان هو شغال في مفاعل نووي وبيسافر في و... الزمن وحاجات زي كده. ف مم. يعني بس عايز يعني اشوف شيكو هيعملوها ازاي. سافر في الزمن قبل كده، فهي واضح ان الرحلة عجبته بقى، فايه عايز يكررها يعني. والمخرج بتاع فيلم ثقافي، ودي بالنسبة لي من اقوى الاسباب اللي هتخليني اتفرج. اوكي. محمد امين بتاع فيلم ثقافي، اظن كمان اخراجه واظن كمان تأليفه يعني، انا مش فاتح اه. دلوقتي بس اظن هو المخرج والمؤلف. عمل فيلم امم. ثقافي، عمل فبراير الاسود، عمل الدارك كوميدي اللي هو بيعمله ده، انا بحبه قوي. امم. اتمنى تطلع حلوة. ايه تاني نازل؟ في آسر ياسين. آسر ياسين ما كنتش متحمس لها، بس الإعلان شدني، وإخراج هاني خليفة اللي عمل رحلة 404 بتاعت منى زكي، فهديله فرصة برضو مع إنه شكله نكد قوي وأنا مش قادر، بس هديله فرصة، وأنا مش من محبين قوي آسر ياسين، بالنسبة لي نص نص يعني، قشطة، لا بحبه ولا بكرهه. انا بحبه جدا، بس يعني اتمنى الدور بتاع
عيشة احمد يبقى انت ممكن ما صغير شوية. تشوفهاش علشان انا اديله فرصة برضو، اعتقد هي لو هتبقى. بطلة واخدة مساحة كبيرة الصراحة مش عارف، ماليش فيها قوي يعني، مش عايز مم. اقطع فيها عشان لسه كنت بقول للناس ما تقطعوش في حد، بس اه انا ماليش فيها يعني. اه اتمنى تطلع حلوة، اتمنى. آه ياسر جلال جودر ولا ليلة وليلة احنا دي؟ لازم بقى نشوفها ونقول مستمعينا احبائنا يشوفوها، امم. عشان احنا صديقي البودكاست حمزة شركس، صديقي من زمان، وهو اللي عامل لنا الساوند تراك بتاع البودكاست اللي انتوا بتسمعوه ده. دي و... حقيقة. وبيعمل حاجات كتير، يلا حتة دعاية على الماشي اهو، بيعمل حاجات كتير لأفلام قصيرة بقى وحاجات زي كده، والحمد لله حظه كان كويس ان هو عمل الساوند تراك بتاع التتر. فانا مم. دخلت اشوف عشان اسمع حمزة، التريلر. واكشلي التريلر يعني مش هو اللي عامل المسلسل، هو اللي عامل الميوزك بتاعت التريلر بس. خطوة فدخل أولى حلوة جدا يعني. انا دخلت اشوفها عشان حمزة، فبصراحة دخلت لا يعني هي حلوة يعني، واضح ان في افكتس قوية. لو بفتكر ان احنا من سنة ورجعوا حلقاتنا القديمة كنا بنتكلم ان مفيش تنوع، مفيش حاجات تاريخية، مفيش لا السنة دي اهو في سنة واحدة في مم. الحشاشين، في جودر ألف ليلة وليلة اللي هي دي حاجة يعني احنا متميزين حاجة فيها فانتزي جدا. وتاريخية وبتاع. بالظبط انا والجرافيكس انا في وانا الإعلان الجرافيكس حلوة قوي، وفي ملابس حلوة نظيفة. وديكور وبتاع، شكلها كويس صراحة. أتمنى بقى بالظبط. فوق بعد كل ده، المهم بس تبقى القصة نفسها حلوة يعني، بس ده لا أهم حاجة القصة يعني. هتبقى حلوة فور شور، لان ما يبقوش انا بقول مهتمين لك بالمنظر وسايبين الجوهر زي ما بيقولوا يعني. لا يعني انا كنت جوهر بقرا قصص جودر. الف ليلة وليلة جودر. ما يبقوش انا ناسين انا الجوهر وانا ومهتمين بالمنظر. بالظبط. لا انا بقول لك زمان وانا صغير كنت بقرا قصص الف ليله وليله، فلا هي مم. مسليه، وقصه جوه قصه جوه قصه، وفانتزي كتير وجن وحاجات ميستري مكتوبه بطريقه حلوه مش بطريقه ساذجه يعني. احنا يا دايما مسهل. الحاجات دي عندنا مشاكل فيها، فهي الفكرة بقى في التنفيذ، هنعرف مم. ننفذ ده ولا لأ، هنعرف أصلا السيناريو يتكتب حلو ولا لأ، لأن في الآخر أنت مش بتاخد القصة زي ما هي كده تمثلها، أنت بتكتب سيناريو. ف... فأنا ما شفتش حاجة لياسر جلال قبل كده بصراحة to be honest يعني، ما اديله فرصة شفتلوش بقى. حاجة مسلسل، بس هديله فرصة السنة دي اما نشوف ماشي، يعني. فادي اتنين اهو. التالتة وطالع معاه في ناس كتير، طالع معاه ناس كتير حلوة يعني، جدا. مش فاكر اساميهم، بس الكاست في تقيل نور، يعني. في اظن طارق عماد، هنادي مهند، احمد فتحي، احمد آه، خالد صالح. احمد خالد صالح. احمد خالد صالح طالع مع آسر ياسين برضه. اه فدول ادي تمثيليتين. ثلاثة اكشلي، آسر ياسين وياسر جلال وكريم محمود عبد العزيز وشيكو، ادي ثلاثة. الرابعة في نيلي كريم بقى. فراولة دي شكلها كوميدي، نيلي كريم راجعة كوميدي تاني بعد ما عملت نكد يا السنة اللي رب فاتت. يا رب والله يا الإعلان رب. ما كانش وحش والله يعني بجد، وأنا بحب شيماء سيف، ومعاها أحمد فهيم دوت برضو. والله هديها هي فرصة، هشوف أول حلقة. هي في ميت وش عملت كوميدي حلو قوي يعني. ما كانش هي كوميدية يعني، كوميدية ما كانتش ما طالعة منها. ما هو ماشي، ما هي هي الألفة يعني، هي اللي لما الناس حواليها. آسر ياسين برضو. بس هنشوف هتبقى عاملة ازاي. أتمنى تطلع حلوة، أنا هديها فرصة أشوف أول حلقة وأشوف هكمل ولا لأ. وآخر حاجة بقى، مش آخر حاجة لأ، محمد إمام عامل كوبرا. كوبرا. مم. حب اه انت حاجات محمد إمام. بحب حاجات محمد إمام الصراحة، بتبقى مسلية. بس الإعلان ما عجبنيش، بس معاه ناس كتيرة قوي في المسلسل. ومؤخرا كزبرة ده اللي هو كان في الحريفة ده ضحكني فشخ في الحريفة. مم. فعايز اشوف هيعمل ايه في المسلسل ده. عمل دور حلو فعلا. فهشوف التمثيلية تبقى عاملة ازاي، مع ان انا الإعلان ما عجبنيش خالص. بس هشوف يعني، اديله فرصة برضه، اشوف حلقة. اللي هينزل بقى ومش هيتشاف، او انا عن نفسي مش هشوفه، مثلا ياسمين صبري. دي ما رحيل ده مش هشوفه اكيد. مم. اظن في مسلسل اسمه مليحة، اظن ده بيقولوا بيتكلم عن فلسطين والقضية الفلسطينية وكده، بتاع دياب.
حلوة الفكرة، بس مش حاسس انها هشوفه برضه. انا حاسس ان هو حاجه اتعملت لاست مينت قوي، علشان يعني عشان الموضوع اللي حاصل يعني اه. واللي بيحصل حاليا. فحاسس الفكره طلعت متاخر قوي، وراحوا عاملينها كده عشان يستغلوا الاستعطاف الناس يعني، والناس تتفرج عليهم بقى. مم. يعني مش عارف. بغض النظر، بس فكرة حلوة وتحسب لهم يعني. اظن يعني في تمثيليه لشريف منير، صحيح افتكرت في شريف منير واسمها ايه دي، رانيا يوسف، دول برضو عاملين تمثيليه اسمها وبقينا اتنين. في اظن تمثيل اسمها للاذكياء فقط، دي كانوا قالوا عليها قبل رمضان، بس لحد دلوقتي انا ما شفتلاش ولا اعلان ولا بوستر ولا حاجه. ما اعرفش هي اتلغت ولا اتاجلت ولا ما لحقوش يصوروها ولا ايه. كانت بتاعت ناس الشباب بتاعت مسرح مصر بقى، أس تقريبا وحمدي المرغني والناس دي. مش حتى الان انا ما شفتلاش اي اعلان، انا اسمع ان هي بتتصور، بس انا لسه ما فيش اي دليل انها نازله يعني. مع ان خلاص احنا نص رمضان يعني. واحنا بنسجل احنا هو بكره نص رمضان. فبس. طيب. بس اظن يعني حلقه يعني وافيه وافيه. حلقة عوضنا دسمة. عوضنا كل الغياب اللي غبناه، ورجعنا باسهال كلام اهو، رغي ساعتين ولا ساعه ورونا ونص. بقى، ورونا بقى، اتمنى بقى وافتحوا ما نفسنا، يبقاش افتحوا نفسه، ما يبقاش افتحوا نفس زهقناكم. الأستاذ اللي عمال بيتهرب مني يا عم ومش ما راضي تحسسنيش يسجل. ان انا بتنطط على الناس يا عم، لا العفو والله. لا قال لا لك عيب، اصل انا بس مفيش مركز في وبتاع. البيج بس مش اكتر والله، انت عارف. ركز في الدعاية بس للحلقة. بس فأتمنى تسمعوا كل ده، هو رغي كتير قوي يعني. أتمنى توصلوا لهنا، ولو وصلتوا لهنا يبقى كتر ألف خيركم والله. وأتمنى ما نبقاش زهقناكم، ما كناش مملين، وقلنا لكم ملخص عن اللي حصل في النص الأولاني. إن شاء الله نعمل حلقة زيها بعد رمضان، نتكلم على الحاجات اللي شفناها في النص التاني، ونتكلم بقى على التقييم عامة. لأن إحنا برضو إحنا هو لسه ما شفناش آخر حلقة في كذا مسلسل من اللي هو بنتفرج عليهم. فبرضو إحنا مش قادرين نقيم أو ندي ريتنج أو حاجة من غير ما نشوف آخر حلقة. و... ونتكلم بقى ساعتها على افلام العيد ولا حاجه ان شاء الله، هتشوفوا ايه في العيد، إيه الافلام اللي نازله في العيد. آه، بس ده اللي عندي. انت ايه عندك اي حاجه تقولها قبل ما نقفل؟ لا يعني انت قلت كل حاجة، وعايزين بقى بعدها معرفش هنبتدي سيزون 3 امتى. ممكن ما يبقاش بعد رمضان على طول، ممكن نستنى شوية، بيبقى في فترة نقاهة كده بعد رمضان. وبعد رمضان هيبقى ان شاء الله الصيف، فانت هتنزل مصر اجازه وانا ان شاء الله هنزل مصر اجازه، فهيبقى في اه، فتره. ابتدى يحط حجج تاني اهو. يا عم انا بقول الحقيقه بس عشان ما نبقاش يا معاملين عم الناس ايه بحاجه. بس، خلاص يا انا عم هبقى انت نازل مش اجازة، هتنزل هبقى فاضي. اجازه؟ مش هتنزل هبقى اجازه؟ فاضي. هبقى فاضي. انا بنزل اجازه ال- مره في السنه اشوف اهلي فلازم ما بقاش فاضي. المهم في حاجة عايز اخد رأيكم فيها. لو حابين، احنا بنفكر في ديبيت ما بيني وما بين زيزو، ننزل فيديو ولا ما ننزلش فيديو. هل حاسين ان دي حاجة ممكن تفرق ما تفرقش كده؟ هو للأسف احنا مش موجودين في فيزيكال لوكيشن واحد، فمش هنقدر نبقى مع بعض واحنا بنسجل. بس لو دي حاجة حاسين ان هي هتفرق، هتزود في حاجة، قولوا لنا رأيكم في الكومنتس وكده. يحلق شعرك بس أهم حاجة. شعري وشنبي وانا قاعد براحتي يا عم، لابس اللي انا عايزه وسايب شعري وشنبي. ماشي خلاص. ماشي. يلا اوكي. نشوفكم كمان أسبوعين إن كل شاء سنة وانتم الله. طيبين يا جماعة، وان شاء الله وأنتوا رمضان كريم طيبين. عليكم وعيد سعيد عليكم. و... ويا رب تبقى الحاجات اللي بتشوفوها في رمضان عجباكم يعني، وما تنسوش الصلاة والصوم وكده، عشان الناس ما تقولش علينا ناس بتحرض على الفساد يعني. زنادقة. اه. يلا. ماشي يا جماعة، يلا. باي باي. باي باي. باي باي يا عبد.